هذه الأمسية التي أرحب فيها بكم في بيتي للمعمار المصري موضوعها هام يخص الفكر، والفكر يترتب عليه الإبداع، والفكر والإبداع أيا كانت المستويات هناك الثقافة الواردة عن الفكر والإبداع، سواء ما كان منها ثقافة بسيطة للمجتمعات البسيطة أو ثقافة واسعة للمجتمعات التي تقدمت ثم وصلت إلى المدنية ثم وصلت إلى الحضارة. لكن العملية الفكرية في حد ذاتها هل هي احتياج أم هو طبع في الإنسان؟ الاثنين معا، قدرة من القدرات أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان ليفكر، وميزه عن أي من المخلوقات بميزة التفكير. ثم هي احتياج، لأن الحياة تحتاج للتفكر والتدبر والمقدمات والنتائج. إن كانت عند الفنان فتصل به إلى الإبداع. إبداع ما هو غير مسبوق كفكر، إما للمتعة وإما لنفع جديد أو لحياة أو للارتقاء وغيره. العملية الفكرية لها مراحل، قد تبدأ بخاطرة، قد تبدأ بملحوظة بسيطة، لكن إعمال الفكر قد يصل بها إلى تراكب للأفكار وتتابع للأفكار ثم تصنيف للأفكار ثم مناهج علمية، نتيجة الإخلاص، نتيجة دوام إعمال الفكر، نتيجة سعة الاطلاع والمعرفة. الحديث عن الفكر أو ما قد نسمي الذهن، يعني الفكر ده كلمة مجازية تشمل كل ما هو في الدماغ، ما هو في الذهن، ما هو في النهى، ما هو في القلوب، هو فكر. المحدثة التي ستحدثنا المعمارية خريجة فنون جميلة رغم قربي هندسة شبرا طبعا، قصدي كل الأماكن اللي كنت بدرس فيها أو اللي درست فيها أو اللي ما زلت بدرس فيها. سيكون الحديث منصبا بالضرورة كيف تولد الفكرة في الذهن، وكيف يعمل المخ البشري ليستفيد من هذه الفكرة أو ليوظفها، ثم كيف يمكن أن يتلاقاها المتلقي ويطور فيها حتى لو لم يكن هو صاحب الفكرة، ثم يعدد في الوظائف. من الذي سيحدثنا عن هذا؟ أكيد حد عنده خبرة أو حد اهتم بهذا الموضوع واستقى الكثير يصل به إلى أن يكون محاضرا فيه أو مشاركا به في أمور كثيرة. الفنون الجميلة أفرزت كثيرين، منهم المعمارية إيمان مدحت علي، هي حاليا المدير التنفيذي لمكتب CBC المختصرات للمتخصص أو المهتم، هو الذي يعرف دور هذا المكتب، ومتخصصة أيضا في مجال الاستدامة والمباني الخضراء. وده الشيء المعاصر المهم دلوقتي، الاستدامة والعمارة الخضراء. وبداياته كانت تلقائية مع حسن فتحي أو رمسيس في صواصف بدون علم منهجي، لكن أسست لها مناهج علمية حصادها نحن نحتاج إليه الآن. وهي مؤسسة مركز CMC لتنمية وتطوير التفكير الإبداعي. حلوة بقى الحتة الأخيرة، التفكير الإبداعي، يعني مش مجرد تفكير
تشرفونا قسم عمارة الفنون الجميلة. اولا بشكر طبعا دكتور عصام على الاستضافه الجميله دي، وان هو ادانا الفرصه ان احنا نعمل التوك البسيط ده في المكان المميز بتاعه. متشكره جدا يا دكتور، واحب افكر حضرتك انك اول واحد شجعتني ادخل عماره وانا لسه في ثانويه عامه. وده سر بقى مختص بيه الناس اللي موجوده هنا. دكتور عصام قابلني وانا في ثانويه عامه وقال لي بنتي في كليه الفنون الجميله، وقلت له نفسي ادخل عماره وشجعني. فالف شكر يا دكتور. الشكر موصول. مش فاكر لان انا اصغر منك فمش فاكر الحكايه دي. الشكر موصول. النهارده ان شاء الله انا هحاول اشارك معاكم بعض الافكار وبعض المعلومات اللي حاولت اتعلمها. زي ما تفضل دكتور عصام واتكلم ان المجال ده مجال متخصص ودقيق، ويعني مهما حاولنا وما اوتيتم من العلم الا قليل. المخ البشري ده من اصعب وامتع الاشياء في الدراسه. فانا اللي هعمله النهارده ان انا هاخدكم في رحله صغيره كده، هنبص على الوظائف المخ البشري بصوره عابره. الكلام ده طبعا من خلال وجهات نظر النيورو سايكولوجيست او الباحثين في هذا العلم. وطبعا احنا هناخد بعض المبادئ عشان نوصل بيها لازاي بتولد الفكره او ازاي بنفكر. السؤال ده انا شايفه ان هو سؤال كبير قوي. حد فكر فيه قبل كده؟ حد فكر في السؤال ده؟ هو احنا ازاي بنفكر؟ في حد فكر في السؤال ده؟ حد فكر في السؤال ده؟ اكيد. ومادام احنا هنا النهارده يبقى اكيد في حد فكر في السؤال ده. طيب في حد ممكن يقول لي لو هو جات له فكره جديده او غريبه بيحس بيها بتبتدي فين؟ بتبتدي هنا، بتبتدي هنا، بتبتدي هنا، بتبتدي هنا. حد فكر في الموضوع ده قبل كده؟ بتبتدي فين الفكره؟ فيزيكال، بالاحساس بتبتدي فين؟ احمد قول لي بتبتدي فين الفكره؟ ما فكرتش بتبتدي فين، بس يعني بتحس بيها فين؟ مش يعني انا اقدر اقول لك يعني هي بتيجي ازاي او السيتويشن. يعني هو انا بفكر وبعد كده الفكره ما بتبقاش مفروضه عليا، الفكره بتيجي لوحدها somewhere من حته كده. يعني انا كان ليا كذا مدخل، بس يعني خليك، بس انا مش عارف، ما عنديش مكان معين في جسمي بحس بالفكره جت منه. بس هي بتيجي لوحدها. يعني بتحس انها سبارك. الفكره بتحس انها زي الشراره او السبارك. تمام، ثانك يو على المداخله. هنبتدي دلوقتي سريعا كده ناخد الرحله دي. دي يا جماعه يعني انا بتكلم على السنتر ده. ايه الهدف الاساسي منه؟ الهدف الاساسي منه تطوير مهارات الانسان. واعتقد ان دي من ضمن الحاجات اللي كلنا نحب نعملها. ان الواحد لما يكون عنده نوليدج او يكون عنده جزء من المعلومه او الخبره يحب ان كل الناس تشترك معاه فيها. وده كان هدفي من السنتر ده، اللي ان شاء الله بعد كده هيبقى فيه مجموعه حلقات او سلاسل لموضوع التفكير الابداعي. تعالوا ناخد الرحله بقى بتاعه المخ دي سريعا. اعذروني على شويه المعلومات العلميه شويه. احنا لما بنقول كلمه تفكير او بنقول بنفكر او برين فانكشن او وظيفه المخ، بنتكلم على 3 حاجات. بنتكلم على المخ نفسه، الموصلات العصبيه، والكيمياء. المخ، النيورونز، والكيمستري. لو بصينا بقى على المخ نفسه هنلاقي ان المخ ده التشريح بتاعه ما توصل اليه العلماء من معرفه وظائف المخ لا يتجاوز 10%. ومع ذلك قدروا يحددوا بعض مناطق للوظائف وقسموه الى مجموعه من المناطق واللوبس. نلاقي مثلا المنطقه دي الموتور كورتكس، واضح من اسمها ان هي مسؤوله عن الفولنتيرلي موفمنت، مسؤوله عن الحركه الاراديه، بحرك ايدي، بحرك رجلي. المناطق اللي في الجزء الخلفي ده مسؤوله عن الادراك الحسي، عن السنسز، عن احساسي بالحراره، احساسي بالبروده، احساسي بالتاتش، بالاروما، بالريحه.
الجزء ده مخصوص للايمج. الصوره ليها جزء معين في المخ. المنطقه دي التمبورال لوب، وعايزاكم تفتكروه ده السنسنج والفورمينج ميموري، مش الستورينج، لا هو اللي بيكون الذكرى. عايزاكم تفتكروه عشان هنتكلم عن الليمبك سيستم بعد كده. عارفين الليمبك؟ الليمبك سيستم. الليمبك سيستم ده مهم قوي، مهم نعرفه علشان في بعض التفاصيل بعد كده هتيجي في ظروف التفكير الابداعي ليها علاقه بموضوع الليمبك سيستم ده. السيربيلم اللي هو المخيخ ده مسؤول عن البروسيسنج السنسوري للانبوت والكوردينيشن، يعني هو بيمسك كل الانبوت بتاعت المخ ويعديها للجسم. وهنا بيحصل الكروسنج. انتوا عارفين ان النص اليمين مسؤول عن الحركه الشمال والنص الشمال مسؤول عن الحركه اليمين. هنا بيحصل الكروسنج. المخيخ ده مسؤول عن ان هو ياخد المعلومات من والى والاشارات العصبيه من والى الجسم للمخ كله. اخر حاجه الفرونتال لوب، وده المسؤول عن اتخاذ القرار والاكشن. طول ما الفكره هنا فهي عباره عن فكره وكهرباء تبقى جوايا. اول ما الفكره تتنقل من هنا لهنا يبقى الفكره اتحولت من مجرد فكره الى اكشن. اللي نفسنا نعمله بقى النهارده ايه؟ ان الافكار تتحول الى اكشن. ازاي نقدر اولا نحفز الفكر نفكر بطريقه مظبوطه وسليمه. ثانيا ازاي ناخد الفكره دي ما تهربش مننا، ناخد الفكره ونطورها ونحولها الى منتج. ايا كان المنتج ده، ممكن يكون بيت شعر، ممكن يكون تصميم عماره، ممكن يكون كلمه مكتوبه، ايا كان. عايزين نرجع برضو نتكلم عن البرين كيمستري وكيمياء المخ دي. يا جماعه طبعا بحر طويل، بس احنا بنقول ان التناسق في افراز الكيميائي للمخ بيعتمد على الحياه الصحيه السليمه. نذكر هنا الدوبامين والاندروفين والاوكسيتوسيرون والسيتوستيرون اللي هي بيقولوا عليها هرمونات السعاده. الهرمونات دي حاولوا ان هم يدوها للانسان اورال، الموضوع فشل تماما. الموضوع فيه توازن ما بين افراز الهرمون وما بين مشاعر الانسان وما بين الاكشن، فلازم يكون بصوره طبيعيه. عايزاكم تفتكروا معايا تاني التمبورال لوب، ليمبك سيستم، السنسنج والميموري فورمينج. ليه هنا حاطين الميوزك دي؟ عشان التمبورال لوب ده بيتاثر بحاجه اسمها الريتم، الدقه، الخبطه، اللي هم بيسموه المخ القديم. المخ القديم اللي هو اقدم حاجه في الانسان، اللي هي الفطره الاساسيه، اللي هو يهرب وقت الخطر، ياكل وقت ما يكون جعان. بيتاثر بايه؟ السنس اللي بيتاثر بيه الدقه، الخبطه. وده بيرجع لبعض العلماء بيقولوا عشان نبضات القلب. نيجي بقى للجزء الداخلي للمخ. عايزاكم برضو تفتكروا معايا التمبورال لوب. الجزء الداخلي للمخ فيه بعض الاجزاء اللي بتتدخل في تكوين الميموري. بنسمي الهيبوكامبس ده، شايفين الجزء الصغير ده يا جماعه؟ ده الجيت واي، ده اللي بيتحكم فين الذكرى اللي تفضل وفين الذكرى اللي ما تفضلش. ده اللي بيتحكم في دخول وتخزين الذاكره عندنا. عايزاكم تشوفوا الجزء الصغير ده اللي هو الدايره الصغيره دي، ونفتكر اسمها اميجدلا. الهيبوكامبس، الاميجدلا، واللي من اللي فات كان ايه؟ كان اسمه تمبورال لوب. الثلاث اشياء دول، الثلاث اجزاء دول يا جماعه هم اللي بيكونوا حاجه اسمها الليمبك برين. تعالوا نتكلم بقى شويه عن الليمبك برين ده وهقول لكم ليه هنتكلم عليه. الليمبك برين ده او الليمبك سيستم ده سيستم فيه ثلاث اجزاء من المخ. التمبورال لوب اللي هو المخ القديم اللي مسؤول عن ايه؟ لو تفتكروا اتكلمنا عنه، مسؤول عن الوظائف الاساسيه. انا جعان هاكل، في خطر انا ههرب. وكمان معانا الاميجدلا اللي هي النقطه اللي قد كده دي، النقطه الحمراء دي. النقطه الحمراء دي كانها تريجر بوينت. النقطه الحمراء دي يا جماعه بتتاثر بالاحساس بالخوف والاحساس بالقلق والاحساس بعدم التوازن، الانزايتي والفير. النقطه الحمراء دي بتتاثر بالانزايتي والفير. يحصل ايه بقى لو الانسان تعرض لخطر؟
لو في مثلا نار والانسان بيهرب، هل هيقدر وهو بيهرب من النار او بيهرب من الخطر يقول الله ده السما حلوه، ده ايه، يتامل؟ هل هيقدر وهو بيهرب كده يكتب شعر؟ اكيد لا. بيحصل ايه؟ بيحصل ان بقيه السيستمز والسنسز في المخ بيحصل لها مينيمايزنج او شبه شات داون عشان الانسان يعدي مرحله الخطر دي. وبيسموا الحاله دي الفايت اور فلايت مود، اللي هو في حاجه خطيره انا يا اما هدافع عن نفسي يا اما ههرب. وده الاساس بتاع الليمبيك برين. خلي بالكم من اللي مكتوب هنا، مكتوب ايه؟ motivation, emotion, learning and memory. الموتيفيشن والايموشن والليرنينج اند ميموري دول لما بيتاثروا بالوضع بتاع الخطر والخوف بيحصل لهم ديكريز جامد جدا. وبالتالي احنا هنا عند معلومه مهمه قوي، ان الانسان في الوضع اللي فيه انزايتي ما بيقدرش يتعلم كويس، ما بيقدرش يسنس كويس، ما بيقدرش يحس كويس، ما بيقدرش يفكر كويس. تاني الليمبيك برين، نفتكر الحاجات مع بعض. الاميجدلا التريجر بوينت، الزرار. السيستم ده يا جماعه بيعمل فورم كونشس على اللونج تيرم ميموري، ده اللي مع الوقت بيكون الادراك البشري. فتخيل بقى لو حد فضل طول الوقت مضغوط، طول الوقت في وضع عصبي سيء، فالادراك بتاعه نفسه بيتاثر على المدى الطويل. وهنا الحاله بتاعت الفايت اور فلايت مود بتلاقي ان هي ليها مواصفات معينه. الانسان بيبقى مخضوض، ضربات قلبه عاليه، الكورنيا بتاعت العين بتتفتح زياده، بيبقى حاسس دايما بالقلق والاضطراب. الحاله دي حاله عكس تماما الحاله المطلوبه علشان الفكره او التفكير الابداعي يحصل. احنا ليه رحنا الرحله دي؟ عشان بس نوبن. احنا في الاوبن دلوقتي، لسه ما دخلناش في الثينك او في المعلومه الاساسيه او في النولج، عشان بس نفتح الافاق ان احنا نفهم هو مخنا ده شغال ازاي. وطبعا زي ما قلت لكم وما اوتيتم من العلم الا قليلا، دي يعني اطراف العلم اللي العلماء يعني قدروا يوصلوا له كنتائج تجارب واضحه. تعالوا بقى نشوف التفكير نفسه. هل الستريس بيأثر على التفكير؟ ده سؤال ليكم. تفتكروا الستريس بيأثر على التفكير؟ طبعا اكيد بيأثر على التفكير. بيشد يوصل لمرحله انه يعمل منتال بلوك. لو الستريس زاد قوي، الاميجدولا، فاكرين الاميجدولا الدايره الحمراء، الزرار الاحمر ده لو اتداس على الاخر الانسان بيحصل له حاجه اسمها بانيك اتاك، او بيحصل له حاجه اسمها فريزنج. عارفين لو انتوا نازلين السلم وفجاه النور قطع بيحصل ايه؟ او اللمبه اللي بتسنس دي بتوقف، بيحصل ايه؟ بتروح عامل كده، تثبت. وعلى فكره هو ده الوضع السليم للاحساس بالخطر الشديد، انك فريز الاول وبعدين ريلايز، ادرك انت فين، وبعدين ابتدي تتحرك تاني. فالستريس العنيف جدا بيعمل حاجه اسمها بانيك اتاك. وبالتالي احنا هنا بنقول ايه؟ بنقول لو احنا ستريسد هيبقى عندنا نيجاتيف ثينكينج، هيبقى عندنا نيجاتيف ثوت. لكن لو احنا ان كنترول هيبقى عندنا بوزيتيف ثينكينج وهيبقى عندنا بوزيتيف ثوت. البوزيتيف ثوت بتتحول لايديا، لان الثوت فكره عامه، الايديا هي فكره قابله لانها تتحول الى منتج. ليه ستريس وان كنترول؟ هو ستريس عكسها ان كنترول في البرين. ايوه، لان الانسان لما بيبقى عنده مش سيطره، هي مفيش حاجه اسمها سيطره بالمعنى الكامل، عنده قدره على قياده عقله ومشاعره بشكل سليم، بيبقى في ستيت اسمها ان كنترول. ودي عكس الاسترس، لان الاسترس ده هو فوضى المشاعر وفوضى الادراك. فالكنترول هنا تنظيم الفكر وتنظيم المشاعر، بيخليك ان كنترول يعني نوت ستريسد. طيب نبص على الايديا كده وتعالوا نشوف هنعمل ايه بالايديا دي. الثوتس بتجنريت ازاي؟ زي ما احمد قال لنا، بتجنريت فجأة، هي بيسموها فاير، اتس ا فاير. الثوت بتجنريت لما النيورونز يحصل لها فاير. وخليني اشرح لكم الموضوع ده سريعا كده، وهقول لكم العلماء اكتشفوه ازاي، وحتى هديكم فكره عن التجربه عشان يعني
النوع ده من العلم الواحد يبقى فيه سكبتك شويه، يعني يقول هم عرفوا الكلام ده منين، فيفضل يدج عشان يعرف هو الكلام ده اصله ايه، لان هم بيتكلموا على فاكتس، حقائق. النيورونز دي عباره عن الموصلات البصريه، الموصلات العصبيه، هي بيبقى شكلها كده بالظبط يا جماعه، كده كده بيبقى فيه سندر وريسبتور. هي بتبقى بعيده عن بعض. لما الانسان بيبتدي يتعلم حاجه جديده بيقرب اتنين من بعض ويبتدي يحصل فايرنج. بحاول بتعلم، مش قادر من اول اتعلم المشي، وبعدين كل ما الفايرنج ده يزيد تبتدي تقرب والفايرنج يزيد لحد ما تقرب جدا وتبقى وايرد. وعشان كده في مقوله شهيره بتقول neurons that fire together wire together، يعني الحاجه اللي بتفضل تعملها مده طويله بتتحول بعد كده الى spontaneous، تتحول الى عاده. neurons that fire together wire together. وعشان كده بيقولوا ان old habits die hard، انت حاجه فضلت تعملها على طول هتبطل تعملها، هتفك دي كده ازاي؟ هنا مهم نقول ان الحياه الصحيه وعدم التعرض للستريس هو اللي بيخلي السطحين دول قابلين للتوصيل بكفاءه. سمعتوا عن حاجه اسمها الاوكسيدنتس، اللي هي الشوارد الحره، الاوكسيدنتس. الاوكسيدنتس دي عباره عن ايه؟ عباره عن نقدر نقول انها بوينتس كده زي البارتيكلز، بتحصل ان هي بتيجي على الموصلات، يعني الموصلات دي ليها نقط سنسز بتيجي تقف هنا، فيحصل ايه؟ يحصل ان التوصيل ما يبقاش جيد، كأن في تراب على السطح. بتيجي منين الشوارد الحره دي؟ من التلوث ومن الحياه الغير صحيه ومن القلق. وبالتالي احنا لما يبقى عندنا كفاءه في توصيل النيورونز الفكره هتنساب بسهوله. طب وايه كمان؟ احنا كده خلاص عرفنا هي الفكره بتتكون ازاي. بتتكون من الفلو بتاع النيورونز، في الفلو بتاع الكهرباء في النيورونز اللي بيعززها هي كيمياء المخ. طب هم عرفوا الكلام ده منين؟ هديكم فكره سريعه كده عن التجربه. الكاميرا اللي اخترعها زويل ساعدت في تسجيل التجربه دي ورؤيتها رؤيه العين. هم جابوا نوع من انواع الاوكتوبس البحريه بتشع تحت الميه، اللي بتعيش في الاعماق دي بتشع تحت الميه، وسحبوا منها الماده المشعه اللي فيها وحقنوها في البرينز بتاعه الفئران. الفئران دايما بيحصل عليها تجارب لانها المخ بتاعها فيري سيميلر للانسان. وصوروا طبعا فهمتوا ثانيه، صوروا ازاي الموصل بيوصل، ازاي الكهرباء بتعدي في مخ الفئران. عشان كده طلعوا لنا الثيوري دي وهم شايفينها ومصورينها. نقطة تانية بقى، لو احنا بنتكلم على الثوت، نقطة ايه؟ نقطة العامل الخارجي، المؤثر الخارجي. المؤثر الخارجي اللي بيخلي الفكرة تطلع او تجنريت. هو في انسان قاعد لوحده في اوضه ضلمه هيطلع فكره؟ اكيد لا. يبقى في طريقه توصيل في البرين بتطلع الفكره، وفي مؤثر خارجي بيتريجر الفكره دي. طيب تعالوا نشوف كده بيحصل ايه. الانسان بيشوف وبيحس كل الحواس بالمؤثر الخارجي ده ايا كان، وبعدين يحصل له ايه؟ يحصل للمعلومات دي الآتي، يحصل لها اكوايرنج وكودنج وستورنج زي ما اتفقنا في المناطق الخلفيه. هيشوف، هيلمس، هيكتشف، هيحصل له كوجنيشن، هيحصل له ادراك ان هو ادرك الحاجه دي، وبعدين يحصل له بيرسبشن، يدركها ويريليت الحاجه دي لمشاعر قديمه، حاجه شافها قبل كده. نقطه حمراء تاني، شايفين النقطه الحمراء بقى اللي في قفا الراجل دي؟ مهمه جدا، دي مهمه قوي، دي اسمها البايس، التحيز. التحيز ده آفة الإدراك. التحيز ده بيخلينا نعمل كونكلوجن سريعة على حاجة يا دوب بندرك أولها، وبعدين نقول ما أنا أصلا شفت المنظر ده قبل كده وفلان ده هيعمل كذا، ويبتدي تنط للكونكلوجن، فيمنعك من إنك تكمل الأويرنس بتاعك، يمنعك من إنك تكمل الصورة أو تكمل الإدراك. التحيز ده ممكن يكون كوموناليتي بايس مثلا، يعني انت حاجه شفتها قبل كده فبتريليت ليها. ممكن يبقى تحيز لجنس بشري معين، انت في دوله غريبه فمتحيز لحد من نفس جنسيتك او
او من نفس لونا، تحيز للرجاله عن الستات، ايا كان نوع التحيز. التحيز ده بيمنع الادراك. طيب هو احنا نلغي تماما كل تجاربنا القديمه ونبتدي ندرك كده من الاول كاننا الحاجه دي بنشوفها لاول مره؟ لا، هو في توازن. في توازن ما بين ان انا افتح السنسز بتاعتي، ان انا اشوف واحس وافهم، اوبنس، احنا لسه في مرحله الاوبن وهنقلب على الثينك اهو، ان انا اشوفها بوضوح وفي نفس الوقت اقيمها بناء على تجاربي السابقه. وهنا هوصل للحته بتاعه الاويرنس. انا فهمت، طيب بعد ما فهمت وكونت وعي يحصل ايه بقى؟ الفكره طلعت؟ برضه ما طلعتش. لازم يكون في نيدز، لازم يكون في مجموعه احتياجات او حاجه انا ملزم اعملها، فاستخدم الوعي والمهارات بتاعتي ان انا اطلع بيزد على النيدز دي، اطلع فكره. تمام؟ ففهمنا دلوقتي مكونات الفكره. مكونات الفكره مخ بشري، بروسيس بتاع مخ بشري، تريجر خارجي، والكوجنيشن اند بيرسبشن بروسيس. ونفتكر دايما ايه؟ ما نخليش النقطه الحمراء تقلل من الادراك بتاعنا. هنا الاركيتكتشر والكرييتيف ثينكينج. الاركيتكتشر بيبقى في حته ان هو عنده مجموعه، الاركيتكت بيبقى في حته ان هو عنده مجموعه افكار وعايز يحول الافكار دي الى كونسبت. وهنا بيجي البروسيس التنظيمي، ان انا بحط الافكار بتاعتي كلها وبشوف النيد وبقيمها وبعمل لها بمشي في اناليتيكال ثينكينج، بمشي في كريتيكال ثينكينج، بمشي في مراحل كتير لحد ما احول الافكار دي الى كونسبت موصوف. الكلام ده يا جماعه مش شرط يحصل في قعده واحده، ده ممكن بيحصل باكيوميليتد نوليدج، بمعارف متراكمه على بعضها، بحيث ان ممكن واحد يجي يحط خط واحد يطلع مشروع، وواحد يقعد شهور يفكر في فكره او في مشروع. ومش بس الاركيتكتشر، البرودكشن كمان. يعني لو في برودكت ديزاين ممكن الفكره تطلع في لحظه وممكن تقعد شهور تطلع. البروسيس ده لو اتعمل بطريقه سليمه هيخلي الفكره تطلع بصوره منطقيه وسليمه. طب احنا بقى كاركيتكتس البروسيس بتاعنا ده في حد غيرنا غير البيئه؟ في ناس. البروسيس بتاع الاركيتكت في الناس او المجتمع. فانا عندي داتا، عندي ناس، وعندي الفكره. بكونكت الكلام ده كله مع بعضه ازاي؟ الداتا، the recommendation، dig، دور. تاني حاجه dig more. never had enough من الداتا ابدا، لان كل ما بتدور هتلاقي اكتر. بس ناخد بالنا من البالانس يا جماعه. البالانس بتاع ايه؟ ما نسيبش نفسنا نتسحب ورا البروسيس، لازم يكون في تايم لاين. وبعد كده الناس هتعمل ايه مع الناس؟ listen and feel. اسمع كويس للناس وحس بمشاعرهم، شوف هم عايزين ايه. بعد كده الايديا explore and think. كلمة feel، الإحساس، هل تتوقعوا إن الإحساس بيتدخل في تصميم المنتج أو الإحساس بيتدخل في الكرياتيفيتي؟ مين يتوقع إن الإحساس بيتدخل في الكرياتيفيتي؟ اكيد. أكيد. أوكي. more ladies اللي يعني اللي عندهم كونسبت إن الإحساس بيتدخل في الكرياتيفيتي. طيب. تعالوا نشوف بقى ايه موضوع الاحساس ده. موضوع الاحساس ده يا جماعه ديبيت كبير جدا جدا. يعني مهندسين كتير قوي، ومش مهندسين بس، في ناس كتير جدا تقول لك مفيش حاجه اسمها احساس. والله انا حاسه ان فلان ده مثلا ممكن يبقى شخص طيب، او انا قلقانه من فلان. ايه الكلام الفارغ ده؟ مفيش حاجه اسمها كده. جات فيلينج. يعني ايه جات فيلينج؟ انا شفت ناس كتير جدا جدا في حياتي مش مؤمنه اطلاقا بان في حاجه اسمها جات فيلينج تماما، وان
الاحساس ده كلام فارغ ومش ممكن، وعشت فتره من حياتي اقول لا ده انا اكيد بيتهيألي، ده انا اكيد عرفت من حاجه بس انا مش عارفه ايه الحاجه دي. كلنا مرينا بالحته بتاعت انا حسيت بحاجه وطلعت حقيقيه. في حد ما مرش بالتجربه دي قبل كده؟ كلنا مرينا بيها، ان في حاجه انت حسيتها مش عارف انت جبت الاحساس ده منين بس طلع صح في الاخر. طيب هنشوف بقى موضوع ايه the science behind gut feeling. كلمه الجت فيلينج دي اتعرفت في الاربعينات. واحد من النيوروسايكولوجيست القدام من وقت الاربعينات قال ان في علاقه ما بين الجهاز الهضمي وما بين المشاعر، وان لما حد يبقى متضايق بيحصل الم في الحته دي، فقعد يدرس ويبحث وتشريح، هو اللي طلع الفكره دي ومعرفش يثبتها وخلاص. وبعدين ابتدى جه بعديه علماء اثبتوا ان في علاقه مباشره ما بين انقباض الجهاز الهضمي وما بين السب كونشس مايند، العقل اللاواعي، ان في نيورونز في الجسم كله، ففي علاقه مباشره ما بين الجت فيلينج اللي هو الانقباض اللي بيحصل ده وما بين العقل اللاواعي. طيب ايه موضوع العقل اللاواعي ده بقى؟ السب كونشس مايند. السب كونشس مايند يا جماعه هو اللي بيدينا الانتليجنت بتاع السكند برين، هو اللي بيفورم اللي انت بتقول عليه ايه انا حاسس بكذا. هو حقيقه الموضوع ايه؟ ان الانسان بيتعرض، بيبقى اكسبوزد يعني الى مجموعه داتا كبيره جدا. العقل الواعي بيقدر ياخد من الداتا دي يمكن 1 من 1000، وبالتالي العقل الواعي ده بيدرك 1 من 1000 من حقيقه اللي بيحصل حواليه. في نوع تاني من الادراك على مستوى اللاوعي، انت بتشوف حاجات مش شرط تدرك انك شفتها، تبقى قاعد في المكان شايف ملاحظات معينه على شخص، على المكان، على حاجه، فالملاحظات دي تدخل مباشره على العقل اللاواعي بتاعك، بتريجر معلومات قديمه، فتديك انطباع. في مراحل متقدمه يعني بعد ما بتعرف المعلومات دي وبتدرسها وبتحاول تفصص فيها، راقب البيهيفير بتاعك، راقب تصرفاتك، شوف لو انت عرفت المعلومه دي اقعد كده مع نفسك شوف انت عرفتها منين. بعد شويه هتقدر تطور استخدام السب كونشس، تقدر تطوره انك تقول ايه فلان بيحب كذا وكذا وكذا لانه وهو قاعد عمل الحركه الفلانيه وعمل كذا وعمل، فبتبتدي تطور وعي على ليفل اعلى من الوعي الطبيعي للادراك. ودي بالتجربه ومع ناس عملوا براكتس على الموضوع ده، ابتدى ان مخزون المعلومات عندهم على مستوى العقل الواعي يبقى اكتر واعلى بكتير من الناس الطبيعيه اللي هي ما بتدركش هي عرفت الكلام ده منين. يعني انت دخلت مكان مثلا اتعاملت مع واحد وبعدين مشيت، بعد شويه تقول ايه الشخص ده اصلا متحفظ شويه. طب انت عرفت الكلام ده منين؟ لو ركزت وسالت نفسك هتلاقي ايه؟ مثلا كان قافل زرار القميص اللي فوق، مثلا كان طريقه مشيته، كانت طريقه بصته، الالتفاته. هتلاقي ان انت عندك تفسير منطقي وعلمي للاحساس اللي انت حسيته ده، وفي نفس الوقت بعد شويه هتبتدي تاكواير السكيل بتاعت انك تاخد معلومات اكتر من الطبيعي. الجت فيلينج بيقولوا عليه ايه؟ انا حطيت لكم دي في ازرق. gastrointestinal function can be affected by emotion and stress. لان دي فاكت، دي حقيقه علميه. اللي في الاصفر ده opinion، ده راي من اراء العلماء ان الجت رياكشن او الجت فيلينج is more profound than the conscious mind. ده راي من اراء العلماء. ده دي النسبه اللي بيحطوها للانتويشن. بيقولوا ان الكونشس مايند الباريتو ديستريبيوشن 20-80، او يعني بيقولوا ان ده قمه الايسبرج. ولو اتكلمنا على فرضيات او ارقام، فبعض العلماء قالوا ان لو الكونشس مايند بياخد معلومه، ففي المقابل السب كونشس مايند بياخد 500 معلومه. بس في بقى حاجه مهمه بخصوص المعلومات اللي بياخدها السب كونشس مايند، هي حاجه سلاح ذو حدين، ممكن تكون خطيره وممكن تكون مفيده قوي. السب كونشس مايند ما بيفرقش ما بين الحقيقه والراي، هو بياخد معلومات وخلاص. فانت لما تقول له انا النهارده متضايق، فهو مش عارف هو انت متضايق بجد ولا ده رايك. عشان كده موضوع السيلف توك او ان الانسان يقول لنفسه افكار ايجابيه ده موضوع سليم.
لان العقل الباطن بياخد الفكره الايجابيه بيتعامل معاها على انها حقيقه، وبيتعامل مع الانسان حتى في وظائفه الفيزيائيه على ان دي حقيقه. وبالتالي السيلف توك هنا مهم جدا، لانه سلاح ذو حدين. هتقول لنفسك حاجه ايجابيه السبكونشس هياخدها، حاجه سلبيه السبكونشس هياخدها. دي الحاجه اللي مهمه بخصوص المعلومات اللي في السبكونشس، لان مفيش فلترز. العقل الواعي فيه فلتر، فيه فلاتر. فاكرين النقطه الحمراء بتاعه البايس؟ في ايفالويشن وفي بايس. تمام. تعالوا نشوف بقى حاجه ليها علاقه شويه بالتفكير الابداعي. في ظاهره اسمها ظاهره السايلو. ظاهره السايلو دي ايه؟ ان الانسان اللي بيبقى مبدع قوي او بيفكر افكار كبيره او عاليه او راقيه، بيحس ان مفيش حد فاهم الكلام ده غيره، وان هو لوحده في الدنيا، وان خلاص انا مش هكلم حد، وانا مش هحط فكرتي دي على الورق بدل ما يقولوا عليا مجنون، وان خلاص انا هقعد لوحدي. سايلو معناها صومعه. فظاهره التقوقع دي بتحصل للعقليات المبدعه اكتر من الشخصيات العاديه. وفي المقابل ظاهره ثانيه اسمها the arrogance of the intellect، ان هو يحس ان هو احسن من الناس. لما اللي بيجي له الجراء ويقدم فكره مبدعه والفكره دي تبقى تضرب بقى ويبقى مخترع ويبقى مهم، فيبقى ايه؟ حاسس ان هو مهم واعلى من الناس الثانيه، فيحصل arrogance او غرور. يحصل ايه بقى؟ في ناس كتير عشان ما تبقاش مغروره بتروح عامله داون جريدنج لنفسها. خلاص انا هتقاقع، انا مش هعمل، انا مش هظهر، او تبقى اوفر رياكتنج في الغرور بتاعها. فالاثنين دول من آفات المفكرين، ان واحد يبقى ارجنت والتاني يبقى سايلو. طب الآفة دي ليها انتيدوت؟ ليها انتيدوت. الارجنس اوف ذا انتلكت الانتيدوت بتاعتها ريسبكت اول مايندز، حتى الليمبيك برين. حتى لو شفت واحد الليمبي تعرف ان ده اتعرض في حياته لضغوط وحصل له مشاكل وما كانش عنده فرصه انه يبدع وما كانش قادر يتعلم، فانت يو ريسبكت هيز مايند. ريسبكت اول مايندز دي الانتيدوت بتاعه الارجنسي. وبالنسبه بقى للسايلو، السايلو الانتيدوت بتاعتها ايه؟ كونكت with like minded people. زي القعدات اللي بتحصل دي، انك تشوف ناس التفكير بتاعهم شبه تفكيرك او بيتكلموا نفس اللانجوج او مهتمين بنفس الاهتمامات، وابتدي اعمل معاهم حلقات نقاش، ابتدي قرب منهم. فريسبكت اند كونكت هي اللي بتعمل بالانس للعقليات المفكره. هنا هنقول 3 تيبس سريعه كده كيف نرتقي بالتفكير الابداعي والمنتج المعماري. ده موضوع كبير جدا، في مئات المواضيع، وده اللي بنحاول نعمله من سنين طويله. صح يا باشمهندس؟ يعني احنا هنفضل نحاول وهنفضل نكمل المسيره. صح يا دكتور؟ وحضرتك من اوائل الناس اللي ابتديت المسيره دي من سنين طويله. الارتقاء بالتفكير الابداعي والمنتج المعماري دي رحله طويله، بس عشان نبقى خرجنا بتبس بسيطه كده هنقول 3 personal tips to start with. ايه بقى 3 personal tips دول؟ اول حاجه get over stresses، عشان الليمبيك برين. فاكرين موضوع الليمبيك برين اللي بيمنع التفكير الابداعي، بيمنع السنسز. get over stresses دي كلمه مطاطه قوي. هو احنا هنعمل كده ازاي؟ هنعمل كده بمجرد انك تفكر في الاسترس. انا ستريسد من الموضوع ده، انا هخليه ورايا. get over stress بالمعنى الحرفي. get over stress خليه تحت وانت فوق. هو موجود، هو الستريس مش هيتلغي على فكره. والستريسز هنا بتنطبق على كل حاجه، بتنطبق على الاستريس الشخصي والاستريس العام. ممكن يكون حد متضايق من احوال عامه، متضايق ان روسيا بتحارب، متضايق ان الجو وحش، يعني مش شرط يكون الاستريس ده شخصي. بس get over stresses. get over stresses دي بطريقتين. الحاجة اللي تقدر تغيرها حاول تبتدي تغير منها ولو 1%، والحاجة اللي مش بإيدك انساها خلاص. دي not in my control خلاص، يبقى دي مش ستريس، هي هتفضل موجودة بس أنا فوقيها. get over stresses. تاني حاجة good
ده مهم جدا يا جماعه. البيئه المحيطه، فاكرين الشجره التريجر؟ البيئه المحيطه. كونكت تو نيتشر مش معناه ان انا لازم اروح المالديف، يعني انا كفايه ان انا ارفع راسي للسماء اشوف نجمه بالليل، اشوف سحاب، اشوف ورقه شجر. كونكت ورقه الشجر اللي موجوده في مدخل العماره. كونكت تو نيتشر، بص على الطبيعه. الطبيعه على فكره ما فيهاش خط واحد مستقيم، الطبيعه كلها خطوط ناعمه وجميله. when you connect to nature بتحس بنعومه وانسيابيه، حتى في ظل كل العمارات اللي حوالينا وكل الشوارع وكل الطرق وكل الكلام ده انت تقدر تبص على النيتشر. كونكت تو نيتشر. تاني حاجه ميت فريندز، الاكسبوجر للناس، الناس البوزيتيف بيدوا جود اكسبوجر. وتالت حاجه برودكتيف سكرين تايم، لان احنا مش هنليمت السكرين تايم، احنا مش هنقدر نقلله، خلاص احنا اتعودنا على سكرين تايم معين، بس على الاقل خليه برودكتيف حتى من ناحيه الترفيه او الانترتينمنت. حتى لو انت هتتفرج على حاجه هتخليك مبسوط او هتضحك، بس بي كيرفul من الاكسبوجر للسكرين تايم. مفيش داعي انك تتفرج على حاجه تبقى نيجاتيف بالنسبه لك. فدي تاني تip اللي هي الجود اكسبوجر. وتالت تip بقى healthy لايف ستايل. طبعا ايه، كلنا بنحاول نعمل الموضوع ده وكلنا يعني ايه، في حد نجح في موضوع الهيلثي لايف ستايل ده؟ طيب عشان الموضوع مطاط قوي وكبير قوي نقول حاجتين. 30 minutes رياضه ان شاء الله، تمشي، تتمشى، اركن العربيه بعيد وتمشى، وهاي بروتين دايت. ده بيفرق جدا لان البروتين هو الاساس في تكوين الخلايا العصبيه، وده اللي بيعمل mental stability للانسان. 30 minutes اي حاجه ان شاء الله نتمشى، وهاي بروتين دايت، عشان ما نبقاش ايه هيلثي لايف ستايل دي طويله قوي ومطاطه. اوكي؟ ليه عايزين نعمل awareness وdevelopment؟ يعني احنا بنعمل الكلام ده ليه؟ احنا ليه عايزين نفكر بطريقه كويسه وعايزين نعيش كويس؟ ليه؟ لان when you know yourself، هتعرف نفسك، هتقدر تفت نفسك في المكان السليم. ولما تعرف الناس هتقدر تكونكت وتطور الناس. برضو ليه؟ طب ما احنا قاعدين في حالنا كلنا، ما احنا زي الفل اهو كويسين، احنا نقعد نوجع دماغنا نعرف نفسنا ونطور نفسنا ونكونكت مع الناس ونطور الناس. ليه بنعمل كده؟ develop others and yourself. ليه؟ for a better world. لان احنا كلنا يعني لما نقولش الغايه العليا، لكن الانسان في الدنيا علشان يسعى، وكله مكلف. انت فين مكانك؟ انت مكلف انك تسعى، وهتفضل مكلف تسعى باللي تقدر عليه بسعتك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الناس بتشوفها تخفيف، انا بشوفها تكليف. لان لو انت ساعتك قد كده وعملت قد كده يبقى انت قصرت. ده وسعك وده اللي هتحاسب عليه. فهنفضل نحاول علشان نوفي ساعتنا. المعماري والبارادايم اللي بيعيش فيه ده له علاقه بالسلايد اللي قبلها بتاعت ان احنا بنكونكت. ممكن انسان يفضل عايش هنا في الايجوسنتريك، في الحته بتاعته هو بس، انا واولادي وعيلتي واحنا ما حدش مالناش دعوه بحد وهنفضل عايشين وخلاص. وممكن يبقى العيله بتاعته اكبر شويه، ممكن يبقى اهتمامه بالمنطقه اللي هو عايش فيها، ممكن حد اهتمامه يزيد لغايه المجتمع ولغايه البلد. المعماري غصب عنه بيشتغل في الحته دي، في السوشيال وورد، لان انت المنتج بتاعك is exposed by everyone. انت هتعمل عماره، ده كل الناس هتشوف العماره دي، كل الناس هتشوفها. انت هتخطط منطقه سكنيه، كل الناس هتسكن فيها. فالمعماري على وجه التحديد علاقته بالمجتمع علاقه مهمه ووثيقه، وما يقدرش يتخلى عن المسؤوليه دي. فعشان كده لازم يبقى على راس المطورين وعلى راس الناس اللي تهتم بنفسها وتهتم بان هو يعرف هو مين، تفكيره ايه، ويكونكت مع
الفكره لما تتولد هنعمل فيها ايه؟ اي فكره بتخطر على بالك لازم تطلعها للفرونتال لوب بتاع ايه؟ plan, schedule, imagine the future, use, reason, argument. عشان الفكره دي تتحول الى منتج، حتى لو كان المنتج ده كلمه هتكتبها، والله انا في اليوم الفلاني جات لي الفكره الفلانيه. ما نخافش ابدا من حكايه ان لا الفكره دي هتطلع غلط ولا تطلع مجنونه، ولا الكرياتيفيتي هي الشجاعه انك توري الناس افكارك المجنونه. ده التعريف بتاعي للكرياتيفيتي. creativity is the courage to show the world your craziest idea. لان الافكار المجنونه دي هي اللي بيطلع منها الابداع الحقيقي. اوعى تخاف ان الفكره تبقى مش سليمه او مش سديده او مش في مكانها، لان انت مش هتاخد الفكره وتروح تنفذها، انت هتاخد الفكره وتمر بيها بمراحل كتير قوي لحد ما الفكره دي تنضج وتبقى منتج في الاخر. فاكرين النيورو سايكولوجيست اللي قال علاقه الجت بالايموشن كان سنه كام؟ كان سنه 42. اثبتوا الفكره دي سنه كام؟ سنه حاجه و70 يمكن، في بدايه الثمانينات كمان، لما ابتدوا يخترعوا اجهزه معينه. هو لو كان حط الفكره دي وما قالش عليها ممكن ما كانش سياق الاحداث، ممكن حد غيره اوكي يفكر فيها، بس ممكن ما كانش سياق الاحداث ياخدها. دايما بدي الاكزامبل بتاع عباس بن فرناس ده اللي ركب جناحات وطار. الناس قالت عليه ايه؟ قالت عليه مجنون وايه الجنان ده، بس ما حدش عارف. مش يمكن لو ما كانش الراجل ده عمل التجربه دي ما كناش دلوقتي وصلنا لان احنا بقى عندنا اختراع زي الطياره مثلا. فخلاصة الموضوع ان الافكار مش لازم تفضل جوه الدماغ. خرج افكارك على الاوراق حتى لو كانت ليك، لان الفكره لما بتبقى قويه وما بتخرجش او ما بيحصلهاش مانيفستيشن، ما بيحصلهاش عرض، الفكره دي بتتحول الى تاسك معلق في الدماغ. فممكن الافكار الكتير اللي ورا بعض في دماغك تعمل لك عائق في التفكير. فانت خرج كل الافكار حتى لو مش عارف تعمل بيها ايه دلوقتي. بعد شويه هتلاقي الفلو بتاع الافكار بتاعك لوحده بيزيد، والافكار هتعرف تتسكن وهتعرف تتحط في سكادجول وهتعرف تاخد الفكره تحولها في الاخر الى منتج. وشكرا ليكم يا جماعه، اتمنى ان انا اكون فدتكم ببعض المعلومات البسيطه دي. مؤقتا في اسئله مناقشه بقى لو عايزين. تساؤلات مباشره لنقطه من النقط هنا قبل ما يبقى في تعليق يصير اسئله اخرى. ساعه بالظبط. في اي سؤال يا جماعه؟ او حتى للمناقشه؟ اي سؤال او اي اعتراض او اي فكره اضافيه او اي عندي الفكره انا اتفضل. طيب بس في حد الاول رفع ايده. لا اتفضل. واحد لا اتفضل. انا بس كنت عايز اسال على بس انت اساس تخصصك ايه؟ انا محمد يوسف، خدمه اجتماعيه وبحاول ابقى مخرج سينما يعني، بس لسه ما عملتش افلام. بس الفكره بتاعت التقوقع دي هل هو يعني مصدرها الوحيد هو تردد الشخص الداخلي، ولا يعني ممكن اعذار الاكتئاب مثلا يشيلوه يعني الحاجه اللي بتخلي الشخص يتقوقع دي يعني الجانب النفسي حضرتك ما اتكلمتيش عنه خالص، ممكن تبقى سبب نفسي ولا هو بس السبب ان الانسان شكله الصوت الداخلي بتاعه بس متشكل بزياده اكتر ولا اقل؟ والله هما 3 اسباب مش سبب واحد. اول سبب المجتمع. انت لو surrounded by the wrong people او الناس اللي حواليك مش هم المجتمع اللي انت بتنتمي ليه او مستريح معاه، ممكن يحصل تقوقع. اول ما يحصل التقوقع ده كيمياء المخ بتتغير، لان الانسان في حاجه اسمها يعني يمكن دي ادفانس شويه، BDNF، البرين درايف نيوروتروفيك فاكتور. ده بالظبط كده زي كونتاكتور عربيه. الكيمستري دي اللي في المخ دي، الفاكتور ده اللي في المخ هو ده اللي بيظبط اداء الانسان. ده بقى اللي لو اختل بيعمل اكتئاب مرضي وبيعمل عدم رغبه في الحياه وبيعمل existential problems. يعني ناس تقول لك هو انا
بيحصل لما الانسان بيحس ان هو غير منتمي وغير متفاعل. فاللي بيحصل ان هي سبب وفي نفس الوقت بترجع تاني تزود العرض. ما انت خلاص انعزلت، طب انعزلت كيمياء المخ باظت، طب هنعزل زياده، وهكذا وهكذا وهكذا. يعني تدخل بقى في حلقه مفرغه من الاسباب والتبعيات كلها بتدور حوالين نفس النقطه. ارجع تاني اقول لك السبب التاني. اول سبب المجتمع او الناس اللي حواليك يبقوا مش هم الرايت بيبل. تاني حاجه ان الانسان ما يكونش عنده ثقه في الانر فويس او ثقه في رايه الشخصي. ودي بترجع لحاجات كتير، اساسها التربيه. ان الشخص وهو صغير ما كانش حد بيهتم برايه، او طول الوقت يقولوا له انت غلط، او اللي انت بتقوله ده كلام فارغ، في المدرسه وفي البيت وهكذا وهكذا. فبيتكون عنده سيلف داوت، بيتكون عنده شك في رايه الداخلي او الشخصي. فده يخليه حتى لو هو في مجتمع مظبوط ما يتكلمش ويفضل ساكت. وتالت حاجه بقى اللي هي الخلل الكيميائي الحقيقي في البرين. يعني ده ممكن يكون عرض فيزيائي، ممكن بيتسبب فيه مثلا نقص التغذيه. انا كنت بقول لكم ايه هاي بروتين دايت، نقص التغذيه او عدم اخذ كميه كافيه من البروتينات والفيتامينات والميه الفلويدز. يعني متخيل ان ممكن نقص الميه يعمل خلل في انزيمات المخ والفانكشنز بتاعت المخ. فهم الثلاث اسباب دول: المجتمع، الشخص نفسه، السايكي بتاعت البني ادم، والفيزيكال بتاع البني ادم. بس هي عيب الموضوع ده ايه بقى؟ زي ما قلت لك ان هو بيبقى تريجر، فبيبقى سبب، والسبب ده يزود والسبب ده يزود. فالحل هنا ايه؟ الحل هنا ان الانسان يكونكت. فاكرين كلمه كونكت؟ لازم تتواصل مع حد لايك مايندد بيبل، او عقليه تحترم عقليتك حتى لو مش زيها. التواصل هنا، لان الانسان بينساب الكيمستري بتاعته، بتنساب وبتتظبط بالتواصل. التواصل هو الاساس، ده الحل. اسمحي لي اضيف حاجه. الحته دي يعني تمس الكلام ده مع المنطق اللي في الاجابه. يعني في 3 انواع من التقوقع من وجهه نظري. التقوقع اللي هو مرض قد يكون عارض وقد يكون بادئ ثم مستمر، ودي ممكن تصيب الناس كلها، خاصة اللي له ظروف في النشأة وكذا وكذا وإحباطات مع المجتمع و النوع الثاني اللي اتذكر هنا التقوقع بتاع المبدع. ده احيانا هو اللي بيرسمه لنفسه فتره عشان عايز يفكر في حاجه وبعدين يرجع تاني يخرج عن هذا التقوقع. فما بتبقاش دي عرض مرضي، ده بتبقى بالنسبه له انعزاليه، وقد يكون في ازدحام، قد يكون في فرح وميكروفونات، وقد يكون في مكتب مش حاسس باللي حواليه وبيتقوقع على نفسه عشان في فكر ابتدى يشتغل. وفي تقوقع إرادي بقى لأسباب أخرى زي أستاذنا العظيم جمال حمدان اللي مهدين كتبه كلها بخط إيده هنا. ده تقوقع لظروف إدارية خليت إنه يبقى الترقية بتاعته تتخطى، وهو عارف وواثق في نفسه إن معلوماته كعالم جغرافيا عمران وجغرافيا بشرية، هو تشعب بعلم الجغرافيا عنده، الجغرافيا بشريه الجغرافيا عمرانيه لكذا كذا، واثق من نفسه فتقوقع وقعد يالف. هو عصبه كبيره ما تقدرش تالف. دول 3 انواع من التقوقع. الاخراني ده بسبب خلى ده يتفرغ بقى في التقوقع بتاعه، حتى ما كانش يقابل حد خالص غير 4 5، ولما يروحوا بيخبطوا خبطه معينه على الشقه يقوم اذا كان هو اللي يفتح او الراجل اللي كان بيخدمه. انما التقوقع المؤقت للمبدع ده محمود وممكن، انما التقوقع اللي هو عارض مرضي هو ده اللي عواقبه سيئه. اعتقد صحيح. هو يعني اولا طبعا لازم احييك على اختيار الموضوع، وانا شايف ان هو طبعا موضوع في منتهى الاهميه،
وبيفتح يعني افاق كتير جدا للمعماريين والمصممين عموما والانسان بشكل عام، ان هو يبقى فاهم الداينامكس بتاعه الابداع والخلق دي بتبقى ماشيه ازاي. بس طبعا انا يعني انت عارفاني طبعا كعادتي، يعني انا مثير للجدل، فانا جاي اسير الجدل. هسير الجدل. عايز اسير الجدل. فالحقيقه المداخله بتاعتي او التعليق او الفرضيه ممكن تسميها hypothesis، وهي كانت واضحه يعني انا فهمتها طبعا في البرزنتيشن، بس انا عايز ايه يعني اوضحها، لان انا شايف انها نقطه مهمه جدا بالذات للمعماريين الشباب والجنريشنز الجديده. يعني هي الفكره دي يعني متلخصه في، انا هقول بيت شعر كده بتاع سيدنا الامام علي، لان في كلمات مفتاحيه للي انا هقوله. كان في من ضمن القصيده كان فيها بيتين بيقول: دواؤك فيك وما تبصره. اسف، وداؤك منك وما تشعر. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. خلينا نفتكر بس فيك انطوى العالم الأكبر دي. فكرة إنه المصمم هو اللي بيطلع الفكرة وهو المبدع وهو الكرييتيف منه، بس دي فكرة خاطئة من وجهة نظري. الداينامكس بتاعت عملية الخلق زي ما انت ذكرتي ان في الليفت برين والرايت برين، هي طبعا هي علميا هو الاسم المخ صحيح فيزيكلي مقسوم نصين، بس هو اتس سيستميك ثينج، يعني هو بيشتغل بطريقه انتجريتيف، بيشتغل بطريقه متكامله. فالجزء المسؤول عن التحليل والجزء المسؤول عن الابداع والصنع. الجزء الشمال ميتافوريكلي يعني هنقول ان هو يعني استعاريا يعني الطريقه بتاعته في التفكير لينير. يعني ايه لينير؟ يعني منطقيه وسيكونشال، 1 2 3 4 وهكذا. الجزء الايمن اللي هو ممكن نسميه السبكونشس مايند بيشتغل بطريقه نون لينير. يعني ايه نون لينير؟ يعني بيشوف الدنيا كلها، بيشوف الكون كله، ولا يخضع للسبيس تايم كونسترينتس، ما بيخضعش للوقت والزمن والمكان. فهو الماضي والحاضر والمستقبل حاضرين في السبكونشس وحاضرين في الجزء اليمين. وبالتالي في الجزء الايمن ده معين هائل للابداع، لانه كولكتيف. يعني انت لما جاي رسمتي التيب اوف ذا ايسبرج قلنا ان السبكونشس ده موجود او مخفي تحت الميه وفي حته صغيره هي باينه فوق. السبكونشس اللي تحت الميه ده بتاعي هو مش منفرد، هو مش معزول، اللي معزول الحته اللي فوق. لكن الحته اللي تحت كولكتيفلي كونكتد بالكون كله وبالناس كلها وبالماضي وبالحاضر فكل الحته اللي تحت دي accumulated فيها تاريخ البشري كله من ساعه ما الوعي نزل على الانسان لحد النهارده. وبالتالي فالمعماري او المصمم او المبدع في لحظه الابداع اللي انا قلت لك بتطلع لوحدها دي، الحقيقه انها بتطلع من السبكونشس لو هي صادقه. هو بيقعد يفكر ويحلل ويكتب ويرسم ويعمل سكتشات وكل الحاجات دي هامه جدا، والتحليل والداتا بس حتى العلماء بيقول لك ايه؟ اعمل الكلام ده كله وبعد كده تعالى بالليل سيبهم وسليب اون ات، نام. بعد ما تعمل كل الهوم ورك بتاعك بتبص تلاقي في مبدعين كتيره بيفط، يعني في مثلا مبدعين وكتاب بيحط اجنده جنبه على الكومودينو لانه في لحظه معينه بيقوم وتبص تلاقي فكره جات له، كاتب قصيده كاتب روائي يروح كاتبها. ايه ده؟ هي طلعت منين؟ معرفش طلعت منين. هل هو يقدر يزعم ان هو اللي طلعها؟ انا بقول لا، مش هو اللي طلعها. الابداع هنا هو ابداع كولكتيف كوني، اليونيفيرس هو اللي طلعه من خلال هذا الشخص. دي نقطه مهمه جدا لازم نفهمها. وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. العالم الاكبر هو اللي طلع الفكره. انا مجرد انا حيالله، انا رسول لهذه الفكره، انا مرسال. جات لي منين؟ جات لي من الله وجات لي من الكون وجات لي من ناس ثانيه وجات لي من مبدعين كتير جدا. فيكتور هوجو كان ليه جمله شهيره جدا كان بيقول لك انه لا يوجد في الدنيا جيش اقوى من فكره حان وقتها.
يعني دي فكره حنا وقتها، دي حنا وقتها يعني الكون طلعها. بس هو الكون بيختار انسان معين مجتهد ومجد وعايز يبدع فبيطلعها من خلاله. والتاريخ اثبت انه في افكار بشريه كتير جدا وعلوم كتير جدا، 2 علماء في قارتين متباعدتين زمان ولا عندهم فكره عن بعض ولا في تليفونات ولا في اي حاجه، في نفس الوقت الاثنين طلعوا تقريبا نفس الفكره. طب طلعت ازاي؟ يعني ابداع بشري. طب هو مين اللي يقدر يكليم ان هو اللي جاب الابداع ده او الثاني؟ لا، ما حدش يقدر. هو ده اجتهد وده اجتهد والكون طلع من خلالهم الفكره سينكرونايزد كانت ات ذا سيم تايم. وده يرجعنا بقى لفكره الايجو سنتريك. الايجو المعماري اسوأ حاجه في الدنيا واخبث حاجه في الدنيا ان المعماري يبقى ايجوستيك، يخضع للايجو بتاعه اللي هي بيسموه النفس الزائفه. تعريف الايجو علميا ايه؟ هو ايدنتيفيكيشن سيستم، منظومه تعريف. فانا بعرف نفسي بالاشياء، بعرف نفسي بالساعه الحلوه اللي انا لابسها، بالجاكيت اللطيف اللي انا لابسه، بالعربيه الجميله اللي انا مش عارف، بالست الجميله اللي انا متجوزها، اند سو اون. كل ده فيك، كل ده زيف. فلانه لما بعمل فكره كويسه انا كمعماري تطلع الاها مومنت بتيجي وبطلع الابداع وبرسم السكتش وبتطلع فكره وبتعجب الناس وباخد جايزه، ده مش انا، بس انا الوهم والالوجن والايجو بيصور لي ان انا اللي ابدعت الفكره دي. ودي ده ليه؟ فتبص تلاقيني في الفكره اللي جايه مش دي اللي عجبت الناس، مش دي اللي خدت عليها جايزه، ابتدي اكرر نفسي، ابتدي انقل من الابداع اللي انا عملته قبل كده اللي الكون طلعه. لكن الابداع الثاني ده هيبقى ابداع ميت، ابداع طالع من الايجو. فالابداع اللي طالع من الايجو هو مش ابداع حي، هو ابداع فيك، ابداع مكرر، ابداع هدفه الشهره، هدفه المجد، هدفه الفلوس، هدفه اي حاجه ثانيه. فلازم نبقى فاهمين. والمبدع الحقيقي انا بشوف انه بتلاقي الابداع بتاعه مختلف. يعني استاذنا عبد الحليم ابراهيم بتلاقي مثلا، كان الله يرحمه، كان تلاقي في ثراء فكري رهيب في المنتج بتاعه. ليه؟ لانه مش قائم على عقليه ايجويستيك، هو قائم على بروسيس، وقائم على كولكتيف ثينكينج، بيشتغل كولابوراتيف مع التلامذه بتوعه. فبتبص تلاقي في كذا برين بيشتغلوا مع بعض، وبتلاقي الفكره بتطلع من الكولكتيف برين ده، مش بتطلع من واحد هو قاعد في صومعه زي ما بتقول حضرتك سايلوز وعمال بيفكر ويبدع ويفن سو. فلازم يعني انا حبيت بس الفت النظر لفكره انه المعماري لا يملك فكرته، الكون هو اللي طلع الفكره من خلال هذا المعماري او من خلال هذا المصمم. بس فدي بس يعني ممكن نعتبرها فرضيه، ممكن تعليق حابب ان الناس. عايزه ارجع للسلايد دي بس اللي هي اتفضل. انا سعيد قوي انه معماري بيفكر فكر فلسفي، ده معناها ان في شموليه ثقافه وده مطلوب، وللمعماري بالذات مش المسطره والمثلث واللابتوب بس، شموليه الفكر والثقافه والبحث في اصول الاشياء وعلاقاتها مع بعضها البعض، دي فلسفه. اللي بيوصل لكده انا اطمن له في انه يبقى موجه ومقوم. دي اول حاجه. حكايه بقى النوتة، انا عندي 9 انواع من النوت، واحده منهم دي اللي دايما في جيبي من سن 11 سنه 12 سنه. عندي 9 انواع جنب السرير ده، في اوضه المعيشه، في المكتب، في الحمام ده، وفي الحمام ده، ولازم وفي البلكونه، دي فعلا بتبقى مجرد خواطر سريعه وبعدين بنساها، لكن في لحظه ما بتذكر ده كده كذا لما اقوم ادور على الورق ده. فدي كمان حتى كلمه بالانجليزي يقول لك ايه؟ الدوم هيم. الدوم هيم ايه؟ اشرقت الفكره عليه كانها حاجه من الكون واشرقت على عقلي، فكانها نور طلع فجاه وهكذا. بس بيسبقها كثره التامل. طبعا انا قلت طبعا في هومورك بيتعمل اللي هي على التفاعل مع الحياه ومع المخلوقات الطبيعيه و دي بتغذي وتولد. ما هو اشمعنى الكون اختار هذا الشخص علشان تطلع من خلال الفكره؟ لانه مستعد، هو ده المستعد ان الفكره تطلع من خلاله نتيجه المجهود اللي بيعمله. عايزه ارجع للسلايد دي زي اللي انت بتقوله يا احمد بالظبط، ده arrogance of the intellect اللي هي آفة المبدعين، يا اما يبقى arrogant يا اما يبقى سايلو. دول الاثنين الخطر اللي بيكون حوالين المبدع، ان هو يبقى arrogant او ان هو يبقى سايلو. وموضوع السب كونشس ده يعني ده فيه يعني واحده
واحده مخصوص عن السبكونشس. فعلا دي حاجه يعني ان شاء الله المره الجايه هجيب لكم النيورو سايكولوجيست قالوا ايه عليها، وهي حكايه تاتشينج ذا سبكونشس والاكسترا سنسوريز كمان، لان في دلوقتي ابحاث يعني اثبتت ان في حاجه في المخ اسمها الاكسترا سنسوري. لو سمعتوا عن الحاسه السادسه، الناس كانت تقول ايه الحاسه السادسه ده كلام فارغ، لا الكلام ده اتقاس بماجنتيك فيلدز، ان في ناس ممكن تتخاطر وممكن تتنقل الفكره بدون مانيفستيشن اللي هو الكلام يعني الكلام ده ابتدى يبقى دلوقتي بالمعدات الحديثه والكلام ده مثبت. فتاتشنج ذا سبكونشس ده هو اللي فعلا هو اللي بيطلع الابداع. ربنا فوق كل حاجه طبعا، بس اللي بيقوله احمد في ناس بتتحفظ شويه انها تتكلم فيه علشان ما حدش يتهمهم بان هم مدعين ان هم ملهمين مثلا او حاجه زي كده، لكن هو طبعا الفكره من ربنا سبحانه وتعالى بدون اي ادعاءات ولا اي حاجه. يعني خالق الاكوان مسبب الاسباب، كل حاجه بايد ربنا، وكل حاجه وكل نعمه الانسان فيها من ربنا وحده، من ربنا وحده سبحان الله. شكرا يا احمد. يعني ممكن نعمل بس توازن شويه، اصل انا حاسس انه يعني فكره الغاء الذات دي تماما كده. انا جاي برضه نفس الاحساس اللي جال استاذنا، يعني هو الابداع حسيت ان الابداع ده شيء يعني زي ما بنقول ما فيش تحكم مني شخصيا انا كمبدع ان ده يكون، لا الكون بيمرره من خلالي، فانا ماليش اي يد او يد تحكم. انا اللي فهمت من كلام حضرتك. بعد كده شويه ممكن اعقب على الكلام ده من فضلك. بعد كده شويه حضرتك قلت ان الابداع ممكن نقويه من خلال ان المبدع يبقى في كذا عقل بيفكروا مع بعض، وده بيخلي الابداع. فانا حسيت ان الفكرتين حضرتك قلت لهم دول ضد بعض، او ده اللي وصلني او ده اللي فهمته. ممكن يكون في سوء فهم من عندي، ممكن حضرتك توضحها اكتر لو ينفع يعني. طيب مبدئيا طبعا انا ما قلتش خالص ان فكره ان احد يلغي ذاته. اللي انا قلته انه الانسان لازم يبقى مستعد لتلقي الفكره او لوصول الفكره لوعيه اللي هي جايه من وجهه نظري، من وجهه نظر في ناس كده اتكلموا في هذا الموضوع، جايه من اليونيفرس، جايه من الكون كله. السبكونشس ده الوعي او العقل الباطن هو عقل اتكون على مدار ال 10000 سنه اللي الانسان عاشها. فانا جوايا جد 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 جد، سواء على مستوى الجينات او على مستوى الافكار او على مستوى الثقافه وهكذا. فانا واخد من هذا الكلام وبشتغل بيه، وبالتالي فانا ما اقدرش اقول ان انا ليا الفضل في هذه الفكره اللي طلعت. ما هو المصدر بتاع الفكره ايه؟ خلينا نقعد نسال الواي ايه هو مصدر الفكره؟ جه منين؟ هل هو فعلا جه من عقل؟ لا، هو ما جاش من عقل. عقل العقل تحليلي لينير، بيحلل الامور، بيجمع الداتا، بينسقها مع بعضها، بيفكر بطريقه تحليليه منطقيه. ما يقدرش يبعد عن الكيج، عن السجن بتاع السبيس تايم، بتاع الزمان والمكان، وده بعتبره ان هو سجن. سجن الزمان والمكان ما ينفعش يطلع منه ابداع. الابداع بيطلع لما اتحرر من المكان والزمان. اللي بيتحرر من المكان والزمان هو العقل غير الواعي اللي هو كونكتد بالبشريه كلها. فالشخص المبدع هو شخص مستعد. ما فيش واحد هيفضل نايم في بيتهم لا بيفكر ولا بيعمل، هيطلع ايه ابداع. فهنا الفكره كلها عايزين فعلا برضه نفصل ما بين الذات او النفس الزائفه او الايجو. لا، ده هو ده اللي مش مطلوب. وفكره الذات اللي هي المبدعه، الذات المبدعه اللي بتسمح لنفسها بمرور الابداع البشري من خلالها. في كتير جدا من الكتاب مثلا يقول لك انت بتبدع ازاي؟ فمش هيعرف يقول لك. بيمسك الورقه والقلم. في ناس كتيره بتقول الحكايه دي، بتبص تلاقي القلم بيكتب لوحده. الشخصيه هي اللي قالت الكلمه دي، انا مش عارف جات لي منين، لكن لقيت الجمله دي لقيت نفسي بكتبها. في مبدعين كتير بيتكلموا طب يعني ايه لقيت نفسي بكتبها؟ يبقى اذا دي مش جايه من لو قادر يقول لك انا جبتها ازاي يبقى ده العقل الواعي اللي هو الاناليتيكال مايند. لو مش قادر يقول لك انا جبتها ازاي يبقى ده الكولكتيف. يعني دي وجهه نظري. يعني هو المبدع دوره في الحته دي غير الموهبه او والمعطيات الالهيه، ارادته في انه يستدعي عوامل تساعده على ان الفكره اللي خطرت له دي
تتمنجه ازاي، تتمنهج ازاي. انا الاثنين، تتمنجه دي بالعاميه، تتمنهج بالفصل. وعايز اضيف حاجه كمان، انه في مبدعين كتير جدا، طبعا هي اللي انا هقوله ده هو غلط انهم يعملوا كده، بس يعني كانوا بيلجأوا من كتر ما حاسين ان عندهم حاجه عايزه تطلع ومش راضيه تطلع، كانوا بيلجأوا للسايكيديلكس والحاجات اللي بتغيب العقل الواعي علشان يخش على العقل الغير واعي يطلع الحاجه اللي هي عامله له بلوكينج دي. في ناس كتير جدا يعني، وده مش سر، يعني مش هو حشيش مثلا عشان يبدعوا، انا مش بقولش ان ده صح، بس يعني هدفه ان هو يحرر العقل الباطن من اسر العقل الواعي نتيجه بقى مشاكل، نتيجه الموضوع. طبعا في ناس كانت بتقدر توصل للحكايه دي بالنيتشر، بطبيعتها يعني. انا اسف على قطعك، الناس اللي بتوصل عايشه بره الفريم الضيق يعني اللي هي من المنشأ، يعني ده طبعا من عند الله، بس هي المنشأ بيأثر جدا على قدرة البني آدم على الإبداع، وإنه يفكر اوت اوف ذا بوكس زي ما الناس بتقول بالعامية، يعني بره الصندوق. اللي بيأثر على موضوع إن أنا مش قادرة أطلع اللي في مخي النشأة كمان. يعني أنا ساعدت إن أنا أعك وأبل وأوسخ وأكسر زي الطفل المخرب لما بيفك اللعبة، لا ده عبقري. فهي على حسب انت النشأة بتاعتك كانت طلعت اماكن واتفرجت ووسعت المدارك البصرية بتاعتك، وسعت المدارك الفكرية بتاعتك، انك فكيت وشفت وعملت ديجنج في الحاجة ولا لا. فبرضه هي لها ارتباط بالاجيال، يعني كل كبير بينشئ اللي بعديه ازاي. ف بس بكمل على فكرة وانا ليفت هاندد باي ذا واي. في تعبير مشهور جدا اسمه رايترز بلوك، الحبسه الابداعيه. ايوه. ايه الحبسه الابداعيه دي؟ رايترز بلوك، مش قادر يكتب، مش قادر يبدع، لان العقل هو كانه مثلا ايه يعني، عمال بيحزق الفكره، فاللي بيحزق الفكره ده عمرها ما هتطلع. عشان كده بنقول اتولدت الفكره. انها بتتولد. هي فعلا بتتولد، فالحزقه دي عمرها ما تطلع، لازم يحرر العقل الباطن اللي هو بيطلع منه كده. بس الاستعانه منتشره في كتير من المبدعين بمغيبات العقل اللي هي مخدرات، دي فعلا بتعمل جزء من المفعول، لانه بتخلي العقل متحرش شويه، فبيتهيأ له ان الفكر جه وانطلق، في حين انه الاستعانه بالله وتفعيل الاراده بتجيب فكر اكثر حكمه للمبدع من والا ما كانش حكايه الجنون اللي هو بمعنى انه غطاء للفكر، حجاب على العقل. حجاب على العقل. فهو الاستعانه بالله عند المسلم، عند المسيحي، عند الموسوي، عند اي حاجه، وتفعيل القدره الالهيه اللي ربنا حطها في انك تفكر وحثك على انك تفكر، تجيب فكر افضل. بس عايزين نعمل دراسه مقارنه للي طلعت من حشيش ومن حاجه فيها فكر. هتلاقي اللي حاجه فيها فكر غالبا بتبقى اقوم واصح، ومش في احتياج لمراجعه كتيره زي التانيه، زي اللي طلعت لمجرد التناقل من غير حساب. انا عايزه بس اقول لك على حاجه ليها علاقه بان طب انا عملت حاجه كويسه، انا نفسي الناس تقول لي برافو، فدي حاجه بشريه. عايزين نفرق ما بين التفكير الابداعي والمنتج الابداعي. انت ايه اللي بتعمله نقول برافو عليه؟ انك لما بتجيلك فكره ما تحبسهاش، حتى هي الفكره مش منك بس جات لك الفكره. اللي انت بتعمله بقى عشان تخرج الفكره دي من مجرد فكره الى منتج ابداعي هي الشجاعه والمثابره والعمل والمحاوله. هي دي ده المجهود المحمود اللي لما تطلع نقول لك برافو، لانك برضو انت عايز تحقق ذاتك. يعني انت عايز ايه؟ عملت حاجه كويسه والناس قالت لك والله برافو. فحتى لو الفكره مش من عندك لكن تنفيذ الفكره في ايدك. اتمنى ان يكون جاوبت. كنت عايزه اقول برضو دكتوره ايمان، يعني طبعا الكلام يعني الندوه النهارده حقيقي بتلمس حاجات مهمه جدا جدا محتاجينها فعلا.
بالنسبة لكلمة الإبداع، كان في الندوة بتاع مرة مع باشمهندس أحمد بيتكلم على الإنياجرام، فدي ورتنا قد إيه إن الإبداع مش بس إنك تبقى معماري بترسم وبس، أنت عندك دايرة كبيرة جدا، يعني تخصصات كتير كمعماري ممكن تبدع فيها. وبرده كان مع دي بقى رسمها بقى كان دكتور يحيى عبد الله في يعني في تشارت كده معين التخصصات بتاعه المعماري. فكأن اللي انا عايزه اقصده ان المبدع اللي بيرسم وبيطلع فكره ان هو يعني طلع فكره تصميم معين، مش هو ده اساس الابداع، هو جزء من حلقه بحالها. فيعني الكل بيتكاتف مع بعضه. ف التركيز بس ان المبدع هو اللي قاعد على لوحة الرسم هو اللي بيطلع فكرة، لا، يعني هي حلقة كبيرة جدا. صحيح، كل الناس من يعني لها جهة معينة بتبدع فيها. والدكتورة قالت على موضوع الإنياجرام، شكرا يا أحمد إنك عرفت الموضوع. والنهارده على فكره يوم مميز في الارقام، 22/11/22. وبهذه المناسبه عايزه اقول لكم على حاجه جايز تكون انترودكشن ان شاء الله سيمينارز ثانيه تبقى موجوده، ان الانسان لم يخترع الارقام بل اكتشفها، ولم يخترع الاشكال بل اكتشفها. يعني ايه؟ يعني العلاقات العدديه والارقام مخلوقه، والإنسان اكتشف علاقة الأرقام ببعضها. فالنظريات بقى وفيثاغورس والأرقام دي مش ناس اخترعتها، دي ناس اكتشفتها. لأن العلاقات العددية دي من أسرار الكون. وبمناسبة موضوع الإنياجرام في بعض الريدنجز دي حتى مش موجودة على النت، يعني ممكن أتشارك فيه معاها يا أحمد، إن الإنياجرام دي من أسرار الكون العتيقة اللي كانت بيملكها سيدنا إدريس عليه السلام، اللي هي معرفة العلاقة العددية ما بين الشخصيات وما بين الإنسان وعلاقته بالأبرام السماوية. دي حقيقة مش تنجيم. والعلم ده اختفى بموت سيدنا إدريس، وتبقى منه أطراف العلم اللي راح مع الحضارة المصرية القديمة ومع الحضارة الصينية القديمة. فأطراف العلم ده موجودة دلوقتي، واللي طلع منها موضوع الإنياجرام وهي تعدد الشخصيات. فزي ما بتقول الدكتورة، بتعدد شخصياتنا كل شخصية فيها ناحية إبداعية. إيه اللي بيفرق المبدع عن الآخر؟ إن في شخص عنده الشجاعة والجراءة والمثابرة إنه يحول الفكرة الإبداعية إلى منتج إبداعي. كلنا الحمد لله جيناتنا أصولها واحدة، وترجع إلى حفيد سيدنا إدريس عليه السلام حكيم الحكماء. وبالتالي وكلنا من روح الله سبحانه وتعالى. فالإبداع موجود، دور جوه نفسك زي ما كان بيقول أحمد، فيك ينطوي العالم الأكبر. شكرا لك. في مداخلة بس اتفضل. وانا كنت حضرت محاضرة قبل كده بس كانت عن البيزنس شوية، بتقول ليه الناس اللي هم اولاد بيزنس مان كبار او اتولد في عيلة مثلا مليونيرات كلهم او حاجة زي كده، هو حتى لو كان شاطر في البيزنس لما بيجي ياخد خطوة في البيزنس بتاعه بعدين، او لما بيجي يستلم البيزنس بتاع اهله بياخد خطوات صح، لان هو سب كونشسلي مليونير، هو بيفكر بالطريقة الصح اللي بيفكر بيها هو البيزنس مان. ازاي انا اقدر اواجه السب كونشس بتاعي بحيث انه يبقى معماري مثلا، او انه يبقى يعني متخصص في المجال بتاعي؟ ازاي اقدر اعمل له التغذيه المطلوبه، وازاي اقدر اعمل كونكت معين ما بين العقل الواعي بتاعي واللاواعي بحيث اقدر ان انا استقبل معلوماتي لما احتاجها؟ السؤال ده حلم البشريه، يعني الكونكشن ما بين السب كونشس والكونشس ده حلم البشريه اللي بنعيش طول عمرنا نحاول نوصل له. مين فيكم الفكره بتجيله وهو لسه صاحي من النوم او هينام، او لما يكون مطبق 3 ايام، او بعد ما ياخد شاور مثلا؟ مين؟ معظمنا. دي الحالات اللي بتتم فيها هنا التلامس ما بين الكونشس والسب كونشس. هقول لك ان في براكتس، يعني في علم في الموضوع اللي انت بتحكيه ده، بس هو يعني هو حاجه طبيعه بشريه اكتر ما هي علم مدروس. الهدف
حرر نفسك من العوائق. دي الخطوه الاولى. تحرير الذات من العوائق ده دي رحله بقى، دي رحله. شوف واتس جوينج اون، ايه اللي بيحصل، وانا ايه اللي قافل معايا، ايه اللي مضايقني، علاقتي بالناس، علاقتي بربنا، انا واخد بالي من نفسي ولا لا. align yourself. align yourself. خلقك فسواك فعدلك، جسد وروح وانسان. تقف كده، خلقك فسواك فعدلك. بنعيش طول عمرنا نحاول align ourselves. align yourself. انها مراحل اهي. مراحل. خلقك فسواك فعدلك. خلقك فسواك فعدلك. align yourself and everything will be aligned for you. فاشتغل على نفسك، بس انك تحاول تظبط نفسك في كل مناحي الحياه. تظبط علاقتك بربنا، حتى في اكلك، حتى في تعاملاتك مع الناس. احنا على فكره محدش بيعمل الكلام ده مظبوط خالص خالص في البشريه كلها. فاحنا بنعيش عمرنا كله نحاول نعمل اللي انت بتحاول تعمله ده، انك تبقى بيور هارتد، انك تبقى تصل لمرحله ان لما يبقى القلب صافي بتقدر تاكسس السبكونشس مايند. ولكنها القلوب يعني اذا صفت رأت. ودي مش خيال علمي ولا حاجه نظريه. لا، الانسان لما بيبقى خالي من العوائق الذهنيه البايس. يبقى فاكرين النقطه الحمراء اللي كانت في آفة الانسان التحيز. هو الانسان سبحانك يا رب، الانسان مخلوق فيه تحيز. يعني كان في ديبيت كبير قوي، هو التحيز ده من المجتمع ولا الانسان جيناته فيها تحيز. فواحد من العلماء قال ان كينان ايبل، قابيل وهابيل، ما كانش عندهم مجتمع، دول هم كانوا اثنين، ومع ذلك واحد قال لك انا احسن منه، انا اتحيز لنفسه. فآفة الانسان التحيز. لما تقدر تخلص التحيز اللي في حياتك. ليفي ستراوس قال ان جراوند ثيوري يعني ان الانسان بيوصل لدرجات اعلى درجات الهيومانيتي او الانسانيه لما يقدر يبقى جراوندد، ان هو يبص لكل الناس من غير بايس، بيبص لكل الناس بلا تحيز. فدي رحله البشريه، ان احنا نحاول نوصل بنفسنا لانك تبقى انسان نقي. خلقك فسواك فعدلك، فتبقى في قمه العقل الواعي الانساني وفي قمه الانسانيه. هنحاول كلنا. اضيف حاجه اتفضل. برضه يعني ردا على شوف عبد الرحمن. هو انا مش عايز اقولها، بس يعني عبد الرحمن بقى هو اللي استدعى الفكره يعني. في كتاب مهم قوي يعني برضه انصحك لو انت مهتم بحكايه القراءه، اسمه Thinking Fast and Slow. التفكير السريع والبطيء. ده مؤلفه واحد اسمه دانيال كيمان. ده حصل على جائزه نوبل، كان بيدرس حاجه ليها علاقه بالكوجنيشن، يعني المعرفه البشريه وازاي المخ بيفكر وكده. وعمل ريسيرش كتير، هو كان كاتب وباحث في نفس الوقت. الابحاث بتاعته هي طبعا لسه قيد الفاليديشن يعني بتتكلم على انه برضه هي نفس الجزء الشمالي والجزء اليمين، بس هو كان بيسميها سيستم 1 وسيستم 2. النظام الاول والنظام الثاني. سيستم 1 اللي هو النظام الكوني الكلي اللي هو له علاقه بالجزء الايمن، اللي بيدرك الكليات، اللي مش بيفكر نون لينير، بيفكر بشكل نون لينير. وسيستم 2 السيستم اللي هو بيفكر بشكل لينير، التفكير المنطقي المرتب المنظم المحلل، العقل التحليلي. الابحاث بتاعته اكتشفت حاجه غريبه جدا، يعني انه الانسان بياخد القرار. طبعا الجزء اللي هو النون لينير ده بيفكر مليون تايم فاستر ذان اللينير. اللينير بطيء جدا، الناس بتتكلم عده ملايين من المرات. السرعات يعني فرق السرعات ما بين الاثنين، ودي قاسوها بالاجهزه اللي هي السي تي سكان، الحاجات اللي هي بتعمل سكاننج لمخه. انه الانسان بياخد القرار بسيستم 1 اللي هو الدومينيتنج، اللي هو السريع، اللي هو الفظيع. and then he rationalize القرار اللي هو بياخده. يعني حضرتك بتتوهم انك انت وصلت للقرار بعقلك الواعي. الحقيقه اللي هي قيد التجربه دلوقتي والبحث انه لا، انت خدت القرار سبونتينيوس بالعقل غير الواعي السريع اللي هو دومينيتنج، وفي جزء على مليون من الثانيه تبتدي تنقل على العقل الثاني اللي هو سيستم 2، وتبتدي تحط راشوناليزيشن للقرار اللي انت خدته ده علشان سلامك النفسي. تثبت لنفسك انك
لكن انت فعلا كل القرارات البشريه بتتاخد سبونتينيوس بعد تفكير وتمحيص وبتاع، بس انت بتاخد القرار فانصحك بانك انت تقرا الكتاب ده. فهو مش كونكشن، لا هو في واحد ابر هاند هو المسيطر، والتاني هو الواعي هو اللي احنا كونكتد بيه وبنتوهم ان هو اللي سايق، لكن مش هو ده اللي سايق. اللي سايق حاجه ثانيه. هي أسئلة تانية أو إضافات تانية انطلوا. أنا عندي بس بعد إذنكم نصيحة أوصيكم ونفسي طبعا. إذا هنفكر عشر الوقت علشان ننتج ونبدع بقية الوقت. إحنا بنقعد وقت طويل أوي نفكر فبنضيع طاقة وبنضيع مجهود وبنحط ستريس علينا وفي الآخر بنزهق. عشان كده المبدعين اللي بيخرجوا الابداع قليلين اصلا في مجتمعنا. انا مهندسه ديكور، بسمع صوت الالوان، بحس بالطبيعه، بحسس على ورق الشجر. مالكوش دعوه بالناس اللي حواليكم، كل واحد يعيش عشان يوصل للسلام النفسي فيعرف يبدع صح ويرزق نفسه. دايما دي نقطة كمان مهمة قوي، موضوع النشأة. احنا بنحارب ومش هنوصل عشان بس بطلع مش عمرك ما طالما انت مش راضي عن نفسك اذا انت مبدع، لان طول ما انت بتحاول بتمشي قدام. لكن اللي ما بيعملش اي حاجة وبيستسلم للواقع اللي حواليه ايا كان الواقع اللي حواليه بقى، اذا كان اجتماعي او مادي او فكري. في ناس عاشت وماتت بتلوم اهلها ان اصل دخلوني الكليه الفلانيه وانا مش عايزه الكليه دي. طب ما اثبت نفسك بنفسك، خلاص انت معاك كل المعطيات دي انت اللي بتحط نفسك فيها وانت اللي بتجيبها لنفسك وانت اللي بتقنع نفسك بيها وبتعرف تستخدمها. اينما تواجدت اعرف تستخدم المعطيات اللي معاك عشان نطلع بره الفريم اللي احنا كل واحد فينا حابس نفسه في الفريم بتاعه. انا قصيره ما بعرفش اجيب الحاجه اللي فوق، طب ما حد يساعدني من الحلوين الطوال. انا مش عارفه افكر عشان عندي وعندي وعندي وعندي، لا بحبس نفسي. هو ده الانعزال المفيد. مش انت ساعات تقول انا عايز اختلي بنفسي، عايز اقعد مع نفسي عشان في فكره عايز اطلعها. قصه كتابه الافكار دي وانا دايما بكتب عندي الاجنده موجوده وكل حاجه. اللون القلم اللي انت بتحب تكتب، ما هو ساعات البني ادم يبقى عايز هو في مود كده قلم ازرق فجاه عايز يكتب القلم الاحمر. هو مود، سيب نفسك للمود بتاعك عشان توصل معاه لنهايه الابداع المادي اللي هيخرج من الابداع النفسي. شكرا. في حته هنا كده عند المبدع الواعي. المفروض كمان المبدع يبقى واعي مش دايما غايب عن البتاع بحجه الابداع. المبدع الواعي من ضمن شروطه ازاي يحط خطه زمنيه عشان ينهي هذا في قراره الاخير عشان يفيد بيه. في مثال لواحد كان عزيز عليا قوي قوي وفنان عالمي، عبد الهادي الوشاحي. كان دايما سايب نفسه في الفكر والابداع والخواطر، لكن ما بيفكرش في الساعه ولا خطه زمنيه. لازم ده هنتهي عند المرحله عند وقت كذا، وده سبب خلافات كتير بينه وبين اجهزه كتير كانت بتكلفه باعمال وفي الاخر تسحبها منه لانه ما خلصش. لكن اللي يكون انجزه ده بينبئ على ان العمل ده لو كان خلص واتعمل، يعني ده من اعظم الفنانين الناحتين المعاصرين عبد الهادي الوشاحي، زي ادم حنين وزي يعني في مجموعه كده وصلوا لمرتبه عليا قوي في خواصهم الابداعيه، وكل واحد له شخصيه. زي ما في ايطاليا جاكوميتي وزي ما هنري مور وزي ما دول ما يقلوش عنهم بشهاده النقاد العالميين. فهي انه لازم المبدع الحقيقي يعرف ازاي يحط خطه زمنيه زي ما بيحط خطه لعمله
وهعمل النسب دي ايه واتامل ايه، يبص بالساعه كمان. نجيب محفوظ كان عنده نظام صارم في الابداع. ده مثال نادر. صارم يعني، وكان بيقعد 4 شهور سنه ما بيكتبش خالص، يعني فتره حضانه وفتره نقاهه وبعد كده بينزل الساعه 5 مش عارف ايه، بيتمشى في ميعاد، بياكل في ميعاد، بيتحرك في ميعاد، بيقعد علشان يكتب في ميعاد، وكانه بيرتب جسمه ونفسه وبيهيئ الدنيا لتلقي الابداع في وقت محدد او كده. فكانت حياته ماشيه وكم ابداع رهيب جدا يعني. ده مثال نادر. هو نموذج مختلف عنده ديسيبلين. هو نموذج مختلف عن الطبيعه. العباس العقاد جزء كبير منه كده، الزام نفسه طقوس واوقات و غير الاوقات اللي ساعات يقابل فيها الناس، اللي هو بالذات يوم الجمعه الصبح، الجلسه بتاعت يوم الجمعه الصبح. ففي بعض النوادر من للعظماء دول انه الابداع والواقع في الزمن وفي الالتزام والنظام، عشان كده تلاقي شغلهم ما بيخرش نقطة عيوب، يعني نادرا. أعظم النقاد ما بيقدرش يطلع له سلبيات كتير. النقطة دي مهمة جدا، وهي البيرنينج اوت، ان الواحد من كتر التفكير يحصل له بيرن اوت. وهنا هلفت نظركم لحاجة اللي هي الفجوة ما بين المعرفة والتنفيذ. الجاب between knowing and doing. انت ممكن تكون بتعرف الحاجة وقعدت تفكر كتير قوي 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 فيها وما خدتش خطوة واحدة ناحية تنفيذها. فاكرين آخر سلايد؟ طلع من هنا للفرونتال لوب، طلع من الثينكينج للدوينج. حتى لو انت حاسس ان الفكره لسه مش ماتيور او مش ناضجه عندك، شخبط وطورها، طلعها. ساعد نفسك انك انت لما بتشوف ميك ا باد درافت، ميك ا باد فيرست درافت، وبعدين بص له تاني، وبعدين اعمل واحد احسن منه، واحد احسن منه. بص له تاني دي اللي هي بعد ما تسيبه لحظات او ساعه او ساعتين او يوم، ترجع تبص بنظره نقديه جديده، فبتساعد على بلوره الفكره اكتر وتقويمها. بالظبط، ده اكسبوجر جديد. يعني انت لما بتحط خط انت بتدي لنفسك تحفيز اضافي. فالنقطه بتاعه فجوه المعرفه والتنفيذ دي بتعمل بيرنينج اوت. والبيرنينج اوت فاكرين لما قلت لكم ان الافكار لو هي قيمه قوي ممكن تعمل منتال بلوك لصاحبها، ممكن تبقى تعمل له مشكله ان هو مش قادر يخرج الفكره. انك تدي فيرست درافت دي حاجه مهمه جدا. ونقطه مهمه جدا قالتها الباشمهندسه هنا، حكايه ان احنا بنفضل نحاول. انت طول ما انت مش راضي عن نفسك وعايز تحسن، تعريف الجود بيرسون، a good person is someone who is trying to be better every day. كل يوم تصحى الصبح تقول هو انا ازاي هبقى احسن من اليوم اللي قبله. طول الوقت انت في رحله مستمره من التحسين والتطوير وحساب النفس. حاسبوا انفسكم. في اسئله تانية او اضافات؟ اكيد لو كل واحد ركز في الكلام هيطلع فيه استفسارات واسئله انا ممكن اتفق كتير جدا مع دكتور احمد في الجزء الخاص بان الفكره هي من وجهه نظري شخصيا ان هي رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك احنا عندنا في العماره المصريه على مر العصور هنلاقي مثلا في رساله الدكتور عبد الحليم ابراهيم، رساله الدكتوراه، كان قال ان في طقوس معينه كده عند البنائين المصريين متوارثه من الاجداد، وهو انه كان لما يجي يبني مثلا ما كانش بيقعد يستدعي الافكار والكونسبت ويقعد يشخبط في ورق، لا الراجل كان بيبدا بس ما كانش حد بيلمس الحجر الا لما يكون متوضا. تمام؟ هو عنده قناعه ان الحجر ده ماده طاهره وانا ربنا هيلهمني الصواب لما اجي اتوضا قبل ما البس الحجر ده. حاجه ثانيه الاتقان، يعني انا ربنا سبحانه وتعالى مش هيرزقني الفكره وانا قاعد مكسل. انا الناس دول لما نيجي ندقق في شغلهم هنلاقيهم كانوا من اول الاهرامات، من اول مجموعه زوسر اللي اول بناء بالحجر لحد السلطان حسن، هنلاقيهم يعني اكتر حاجه ملفته للانتباه في العماره المصريه على مر العصور هي الدقه والاتقان الشديد جدا. ازاي الناس دي كان عندها صبر وطولة بال الكلام ده.
فانا اعتقد ان الرزق بتاع ربنا في الافكار اللي احنا بنفسرها لحد النهارده، يعني النهارده لحد النهارده احنا بنستخلص افكار وبنستخلص هو احنا حتى الان بنفلسف افكار ممكن تكون مش مقصوده. في السلطان حسن مثلا نيجي نقول ده هو عمل الزخرفه السمانيه دي لان الثمانيه دلاله على مش عارف ايه، وممكن يكون الراجل عاملها بدون قصد بدون وعي، لكنها سبحان الله هي الفكره او تراكم خبره او تراكم خبره او هي الفكره اللي هي رزق من عند ربنا اللي تجسدت في عمل الراجل اللي اخلص لعمله، فربنا الهمه الحاجه اللي احنا هنيجي بعدين نبقى نفسرها. فدي كانت نقطه الاتفاق مع في حاجه قالت هنا غريبه. المصري القديم بمختلف التخصصات الدنيويه والعقائديه بيقول كان بيتوضا. هل كان في زمان الصلاه والوضوء بتاع دلوقتي؟ المصري القديم ما كانش وثني، هو كان بيمثل قوة معينة أو حاجات معينة بهيئة شكل، لكن مش من خلال وثنية، لأنه النبي إدريس عليه السلام إدى البذور لثبات العقيدة قبل الرسالات الإلهية. إنما حكاية الوضوء دي بير هي أصل كلمة بيت الوضوء، زي برع البيت العالي او المقام العالي. برضو اصلا هي هتلاقي في بعض الشعوب بتقول لك هو فين البردو بتاعكم عشان هيتوضا. في حاجات في دول الخليج السؤال ده والكلمه دي، فهي مش غريبه انه فعلا كان اللي بيقدم على عمل او حرفه خاصه ان كانت تتصل بالعقائد بيتأهل نفسيا بما نسميه حاليا الوضوء، زي أي صلاة. ده أنا بتوضأ بالتراب، إنما هو نوع من التأهل النفسي. طبعا الأنقى هو المية والأصح هو المية، لكن ما جاتش فقال لنا لا بالتراب اعمل في الحجرة، عشان نوع من التأهل النفسي. فهي فعلا ده تأهل نفسي عشان هعمل عمل مجيد أو عمل للتقرب او عمل للملك اللي عمالي ينظمنا تنظيم كويس وبيقودنا ومقتنعين بقيادته بدليل هذا المنجز الحضاري والفكري والعلمي اللي لغايه دلوقتي في حاجات بتثبت غريبه الشأن. يعني عشان بس تقولي لعمتك انها لسه فيها دمك يعني. في اي اسئله تانية؟ البروتين يا دكتوره مش ضروري كله يبقى بروتين حيواني طبعا. بالظبط. انا بس بس يقال برضو ان البروتين النباتي كويس جدا. هو الحيواني ضروري بس مش ضروري بكميات يعني. الفول والعدس اللي انقذ المصريين. ده حقيقه. هي اسئله عشان هنحط التعليقات الاخيره. هحط تعليقات أخيرة مجرد يعني خواطر في أثناء الكلام، إنه مواضع القدرات في المخ اللي صنفتها المعمارية اللي أثبتت لي إنه كنت على حق لما قلت لها أيوه خش عمارة وبتاع. مش فاكر يعني فاكر إن عمتها قالت لي وانا قلت لها لا العماره ده انت عندك استعداد ايه، انما وصلت لحاجات علميه بحته وفلسفيه بحته وطبيه بحته. ده نتيجه انه في توجه داخلي عندها موصول بالله ووصلها انها تخش في السكه دي. لكن لما بنقول بقى قدرات المخ وده في الحته دي وده في الحته دي اللي العلم اثبتها، العلم التجريبي والمعملي اثبتها، وجت في الحته بتاعت الجبهه اللي هي فيها القرار اللي بياخد من هنا ومن هنا وهنا. وتذكر ولنسفعن بالناصيه، ناصيه كاذبه خاطئه، يعني الحته اللي خدت القرار بانك تصرف. انت كان ممكن تراجع نفسك وما تعملش كده وما تعملش كده، هي دي اللي هنجيبها لك في الارض.
وهندمرك. سبحان الله برضو في معاني القرآن، والمعاني دي موجودة في الأناجيل، بس ده النص بتاعي اللي في القرآن. وإنه التعدد للمواضع، وده له وظيفة وده له وظيفة وده له وظيفة، بس برضه في منظومة خلقها الله سبحانه وتعالى، منظومة متكاملة لتؤدي رسالة معينة، بعضها إيحاء من الله وبعضها ساب بإرادة الإنسان إن هو ينميها ويفعلها. ودي مهمة جدا، إرادة الإنسان موهبة أو قدرة ربنا أودعها في الإنسان، لازم يفعل إرادته في كل شيء ويحكمها في الاتجاه الأقوى، يحكمها اللي هي جاية من الحكمة، الحكمة اللي هي الحكمة اللي بتوجه الحصان. ففي هنا حاجات في اللي اتعرض ده، وإن كان يبدو إنه علمي بحت، لكن خلفيته الإيمانية وما يثيرها من أشياء إلهية كتيرة جدا. لكن هتيجي حتة كده بنقولها أو بنسمعها، هي حديث شريف ناقصات عقل ودين. مش ده المقصود بيه إنها ناقصة العقل ده، لا، ده في مواضع معينة شهادة وضع في قتل، المرأة غالبا ما تقدرش تبص له ولا تقدرش تتذكر تفاصيله، شهادة تأكيد أكتر لميثاق مادي، هي دي بس، فيبقى الحتة دي أقل، لكن عندها حاجات تانية أعلى، متصلة بالحنان، متصلة بالتنظيم، متصلة بالاحتواء، منبتها العقل. في أيضا حكاية المفاجأة الخطرة، في لحظة الإنسان بيستكشف في نفسه قدرات ما يعرفش إنها عنده. لو هو ومراته قاعدين، إلا الجبناء يعني، قاعدين ودخل عليه حرامي وهو راجل كسول، هتلاقيه هو اللي نط وعمل حاجات ما يعرفش إن هو كان ممكن يعمل، مسك إيه وخبط إيه وجري وإيه وإيه وإيه، وهو أساساً مش بتاع الكلام ده. فدي الخضراء زيها من المفاجآت الخطرة، بتخلي إثارة في العقل عشان يدي أوامر لتنفيذ أشياء أوامر. دي جت في الحتة دي التفكير الإبداعي اتقال بقى والصفاء النفسي. عايز نوع من الصفاء النفسي، التفكير الإبداعي لازم، حتى لو كان أصلا كان في شجرة وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ساعة ما أجي لتفكير إبداعي عايزة نوع من الصفاء النفسي. بعضه بينزل من عند ربنا سبحانه وتعالى، بينزل عليك السكينة لسبب أو لآخر، وبعضه أنت اللي تحاول تسمو بنفسك عشان توصل للصفاء وتقدر تزاول هذا الإبداع. فهي برضه إرادة إنسانية. لكن بيفضل بقى سؤال: الدماغ، الرأس، العقل، المخ، النهى، وكل ده والقلب. ربنا دايما في حته يقول لك قلوب كذا قلوب كذا. ففي علماء بيقولوا لا، انه القلب هو المحرك للعقل، وهو اللي بيوافق او بيقول لا، بدليل الكلمات اللي وارده في بعض النصوص القرانيه. ما اعرفش هل ثبتت علميا الحكايه دي ولا لا، انه القلب هو عقل، هو اللي احنا بنقول عليه عقل، بس هنا في وظائف كذا وكذا وكذا اللي بيحركها ده اللي هو على صله اكتر بقى بالخالق سبحانه وتعالى فيما اعتقد. يعني التكامل المعرفي ما بين النفسي والعضوي والطبي والثقافي والسلوكي واضح قوي في الحاجات العلميه الدقيقه قوي اللي هي ناتجه من تجارب معمليه بحته
عاطفيه بحته وعلماء ما فيش هنا عواطف خالص، انما باين قوي انه التكامل المعرفي اساس لكل التصورات التوازن الجسدي والتوازن الجسدي. ورغم انه هنا كل اللي اتذكر علمي بحت، لكن المحتوى العام نفسي وعاطفي ومواهب الخالق سبحانه وتعالى. هي دي الحته اللي فيها اشاره تفاعل الانسان مع المحيط المرئي، مش ان اي مرايات يمرون بها وهم يعني ما بينظرون، مش بيبصر. ان الانسان يبص للحاجه ويديها حقها في التامل وحقها في الاستنباط وحقها في كذا، ده بيثري القدرات الابداعيه كلها. بس يعني حته كده انه من الثانويه العامه الى انها توصل لعلم من خلال العماره، ده حاجه جميله جدا. قاعده في الثانويه العامه ولسه بتتلمس، وبعدين دخلت عماره، ده بيؤكد معلش لاي من التخصصات الاخرى اللي بيدرس عماره ويديها حقها الواجب في الدراسه كرزق دراسي ربنا بعته له، بتتفتح امامه مجالات كتير قوي. انا عارف ده الى مدى بعيد مع ناس كتير. شوف بقى من سنه 88 وهي لسه كانت في الثانويه العامه. انا بنتي دخلت 88 كنت انت لسه في الثانويه العامه. ربط الافكار مع بعضها للتوظيف والفكر المعماري، دي جايه من نواتج كل التفاعلات دي اللي بعد كده مع التراكم المعرفي ومع التوجه الفكري. تراكم معرفي بيولد توجه فكري تجاه اشياء دون اشياء على حسب الشخص وعلى حسب اهتماماته وحسب قدراته وحسب تفاعلاته مع البيئه وتفاعلاته مع الطبيعه وتفاعلاته مع كذا، بيخلي عنده طريقه توجه فكري في بدايه اي عمل وبيشتغل عليه. المعلومات والناس والعمل والافكار، يعني برضو الانسان مش وهو متقوقع، ده لازم اختلاطه بالناس حتى لو كان بحساب وعايز يبقى مترفع، لازم اختلاط بالناس وبالمجتمع وبالحياه عشان تبادل التاثير والتاثر ويترجم الى فكر والى عمل والى مسؤوليه والى حكمه والى دور يؤديه كل متخصص، دور مجتمعي. وانا دايما بصر على الدور المجتمعي للمعماري، ما هواش بس انه بيصمم ويرسم ورقه ومسطره ومثلث واوضه وعلاقتها بالاوضه الثانيه، لا، ده في دور مجتمعي للمعماري، من ضمنه ترشيد العميل، من ضمنه الراي النقدي الصحيح، من ضمنه انه ما يقدمش على شيء الا لما يعمل له استبيان ويشوف ده اثره الحالي والاثره المستقبلي. حكايه بقى ميلاد الفكره والتخطيط والخطه، مراحل مع ميلاد الفكره، وبعدين خيال عمال يشتغل مع الفكره بقى عشان تتطور، تروح في انهي اتجاه، تتحبك ازاي، تتربط ازاي، تتحكم ازاي. وبعدين بنوصل انه نقول المسببات والعوامل عشان اوصل بالخطه دي الى احسن النتائج. بس ميلاد الفكره ونضوجها فيما بعد، كان اخويا بكر الله يرحمه يقول الفكره الجينيه اللي هي بتحمل الاحساس كله والخبره كلها اللي هتتودع هنا، حتى لو بعد كده خدت شكل اخر او شكلين او ثلاثه وبدائل وهختار بينهم، بس في فكره جينيه نتيجه الخبره وتراكمها. من ضمن المبدعين اللي كان خيالهم طليق كده برضو اخويا الله يرحمه جمال بكري لهندسه القاهره دفعه 57.
قبليه يعني. ده كان دايما سارح في الخيال ومثقف ويعزف كمانجا وخياله دايما شغال. احاسيس فنيه واحاسيس ثقافيه واحاسيس معماريه، وما بيوقفش عند حد رغم متاعبه الصحيه اللي ابتدت اخيرا، رغم ان هو كان منتظم وملتزم وما كانش لا بيشرب سجاير ولا خمور ولا حاجه ولا بتاع، لكن اقدار. عبد الحليم ابراهيم الله يرحمه برضه هو غاص في جذور كتيره زيه زي حسن فتحي، بس التزم بمدرسه والزم نفسه بيها وامن بجدواها ومشي فيها وابدع فيها. في فرق بينه بقى وبين جمال بكري اللي كان سرحان دايما. جمال عبد الحليم ابراهيم كان عنده نسبيا الحته بتاعت تنظيم الوقت وامتى اخد القرار في اللحظه دي عشان التزامي، ولذلك سمعته في الاعمال ما تاخرش ابدا في مواعيد ولا في التزامات ولا في مسؤوليات. انا ذكرت جمال حمدان في موضوع التقوقع وعدم التقوقع، ان ده حاله اخرى هو اللي اختارها، لكن قعد بقى يبدع ويكتب، واعتبر ان هو رسالته عايز يطلعها كده، اللي يقال انه ان موته ده مؤامره وجريمه معينه بدليل البوتاجاز كذا وكذا وكذا، في احداث بس طبقوا عليها وقفلوها يعني. وانا اؤمن بدرجه 90% انه قتل، مش انه انه انتحر ولا انه حصل كذا ولا انه كذا. كانت مؤامره معانا ليه؟ لانه كان له دراسات تقيله قوي عن الصهيونيه، مش اليهود اللي هو اتباع موسى في صفحه الرساله، غير الفكر الصهيوني اللي هو السيطره على العالم ومقدراته والاستيطان اللي مش بتاعهم وهم اصلا كانوا يعني قبائل وحاجات بسيطه قوي، وبينهم اللي عاش في مصر وبينهم اللي عاش في الشام، لكن المتغيرات احدثت السيطره اللي سميناها بعد كده الصهيونيه ونفوذها اللي متوغل في العالم كله، وخاصه عند الكبار اللي هم اساسهم الفلوس والاقتصاد العالمي كله عند اليهود.